إذا السلام عليكم. مرحبا بالجميع في هذا البث الحي والمباشر، واللي كنستضفوا من خلاله السيد سيدي أحمد العالمي في موضوع أي رؤية للسياسة الرياضية المغربية في أفق 2035. إذا مرحبا بك سيدي أحمد، وشكرا على حضورك معنا. مرحبا سي نسيم ومرحبا بالمتابعين الكرام ديال صفحة السياسة الرياضية. وكنتمنى على أن هذا اللقاء يكون شيق وفيه إفادة لنا جميعا. كما أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه البادرة، على اعتبار أن من خلال التصفح ديالي للصفحة ديالكم والتتبع ديالها كنشوف على أن يعني منذ 2017 وأنتم تشتغلون في هذا المجال، واللي هو في حق مجال حيوي متطور متقدم، وكل مرة تكون فيه جديد على مستوى الرياضة. فبالتالي هذا واحد الصرح اللي هو أكاديمي متاح للجميع، وطبيعي أن تكون فيه الإفادة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامكم السيد نسيم بالمجال الرياضي وتتبع ديالكم من هذا. كذلك أنتم تحملون يعني القبعة ديال الباحث الأكاديمي، وشكرا لك على الاستضافة. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء يكون عنده إفادة للجميع، ونحاول نطرقوا لجميع المواضيع إن تمكنا من ذلك، وأن تكون يعني إجاباتنا إجابات يعني شافية وكافية، وفيها ما يحمله من المعاني والدلالات ما يفيد المتتبع، ويعني ويشبع رغبته وتفكيره فيما هو رياضي. طيب سيدي احمد، نبداو كسؤال اولي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش درايه بالمجال التشريعي. حبذا لو اعطيتينا تعريف اولا، شنو هي السياسه العموميه، باش الناس نوضعوهم كذلك في الصوره، عاد غادي نجيو لشنو مكانه الرياضه في هذه السياسات العموميه. بالنسبه لي السي نسيم، مصطلح السياسات العموميه فهو مصطلح يعني جديد قديم، على اعتبار ان هناك مجموعه من التفسيرات والتوضيحات في هذا المجال. وكنعتقد على ان الاستاذ المشرف ديالي على الاطروحه هو من الناس اللي كانوا اشتغلوا على السياسه العموميه، على اعتبار الدراسات ديالو في الاكاديميه في فرنسا في واحد الفتره من الزمان. كان هذا المصطلح شيئا ما جديد. ومن التحق بالديار المغربيه بدا يعني هو مجموعه من الباحثين ان يعني ان يولوا اهتماما كبيرا بمجال السياسات العموميه، خصوصا على انه هي كتهدف او لها عده اهداف وفي مجالات متعينه. والسياسه العموميه هي تقريبا واحد الافق يعني مهم جدا، وله يعني ايجابيات كبيره، خصوصا عندما يتعلق الامر بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار والتشغيل. وكنعرفوا على ان السياسه العموميه هي تلك السياسات القطاعيه واللي كتبحث دائما على التنميه المستدامه، بطبيعه الحال من خلال ربط السياسات القطاعيه بالسياسات العامه والشامله ديال الدوله. طبيعي هذه السياسات العموميه هي يجب ان تخضع لمعايير ومبادئ دستوريه وقانونيه. والسياسات العموميه والنجاح ديالها طبيعي مرتبط بالحكامه. حنا كنعرفوا على ان اليوم دستور 2011 هو دستور الحكامه الجيده ودستور الدوله الاجتماعيه، ولكنه دستور ديال السياسات العموميه. وغنعرج شويه على ما هو دستوري، على ماذا نقصد بالسياسات العموميه من الجهه التي تقوم بها، على اعتبار ان المحاور التي تحدثنا عنها يعني قبل قليل في الاوف. في الاوف هي بالنسبه لي انا هي لا كاتريام فونكسيون، يعني الدور او الدور المهام الرابعه للبرلمان، على اعتبار انه هو الجهه المخوله له تقييم السياسات العموميه. ولا رجعنا للفصل 70 من الدستور كنشوف على ان هناك ثلاثه ديال المسائل الاساسيه او الادوار الاساسيه المخصصه للبرلمان. هي بطبيعه الحال التصويت
على القوانين، ثم المراقبه، مراقبه ثم الحكومه. الرقابه نعم. على ما تقوم به الحكومه، مهم. وطبيعي تقييم السياسات العموميه، وهذا مخول له دستوريا. يعني وتجي المهام الرابعه بطبيعه الحال هي الدبلوماسيه البرلمانيه كمهام رابعه. كنجيو عاوتاني للدور ديال الحكومه اللي هي في الفصل 100 من الدستور. تيقوم رئيس الحكومه بجلسه شهريه يجيب فيها على الاسئله المتعلقه بالسياسات العامه الدوله. وتنجيو في فصل 101 الجلسه السنويه لرئيس الحكومه فيها اجوبه على السياسات القطاعيه، نعم. من بينها الرياضه كمكانه اساسيه داخل القطاعات، على اعتبار ان عندما تنبثق الحكومه من الغرفه الاولى للبرلمان في تكوين الحكومه، تكون هناك واحد الوزاره مكلفه بالقطاع الرياضي. اليوم اللي نفس السابق كانت وزاره الشباب والرياضه، اليوم ومازال غنهضروا حتى على هذه المساله هذه ديال ان الرياضه كتنتقل من قطاع لقطاع. اكيد. من نعم. بعد تحولات اليوم بعد انتخابات شتنبر 2021 انضمت او اصبحت تحت الوصايه ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، واصبحت لها مديريه. هذا ما خلق يعني نقاشا عميقا حول الاطر نعم. التي غادي نجيو لهذه المساله الرياضه، غندويو عليها. ولكن عموما اليوم اصبحت الرياضه تحت الوصايه ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والقطاع الرياضي، وصارت طبيعه تدبر من طرف هذه الجهاز الوصي، واللي هو منصوص عليه في القانون 30 كتسمى بالاداره. اذا اجمالا السي نسيم تنشوفوا على ان السياسات العموميه هي واحد سياسات قطاعيه، والرياضه اصبحت تحتل مرتبه متقدمه في هذا المجال، واصبحت لها مهام. وحنا غادي نجيو من بعد نهضروا على نعم نجيو للمرجعيات القانونيه والتشريعيه. غادي نهضروا على هذه المساله في اطار ما قدمته الوزاره نعم في ميزانيه الفرعيه للحديث عن الرياضه. نعم. وهذا غادي يحيلنا على اول يعني مرجعيه في قانونيه وتشريعيه هي دستور المملكه ديال 2011، واللي كيجي لاول مره باش انه يعطي واحد المكانه كبيره للرياضه ورجعها يعني كحق حق دستوري. انا قبل ما نمشيو السي نسيم، مادام هضرتي على الدستور، خصنا نرجعوا شويه للور ونحطوا الرياضه في سياقها التاريخي. نحن الى خدينا الرياضه او بمفهومها القانوني التربيه البدنيه والرياضه، كنشوف على ان يمكن تصنيف الرياضه الى ثلاث محاور اساسيه. كاينه بطبيعه الحال الرياضه التي هي كترفيه، والرياضه اللي كانت تستعمل في اطار الاستعدادات لخوض حروب، وكاين المحطه الثالثه الرياضه في اطار تحقيق السلام. نعم. اطار تحقيق السلام، وهذو كلها يعني من توصيفات يمكن يعني توصيفات يمكن تصنيفها حسب المرجعيه الاجتماعيه لكل دوله على حده. ولكن الا خدينا التطور التاريخي وجينا للمساله اللي هي مهمه بالنسبه لنا حنا الرياضه في المغرب، يجب ان نحيل هذا الامر على الممارسه الرياضيه في عهد الاستعمار، واعتماد الرياضه كوسيله من الاليات ديال الدفاع عن الوحده الترابيه. وحنا كنشوفوا على ان كانت هناك مجموعه ديال يعني الممارسين الرياضيين اللي كانوا بطبيعه الحال عندهم انتماءات سياسيه ونقابيه انذاك، وكانوا يلجون الى الممارسه الرياضيه للدفاع عن الوحده الترابيه وطرد المستعمر انذاك في اطار الحركه الوطنيه. هذا جاء في واحد السياقات معينه اللي في تلك الحقبه في 1934 في اطار الالعاب الاولمبيه كنا نشوفوا على ان موسوليني انذاك كان يعتمد على الرياضه للدفاع عن مرجعيته الفكريه انذاك او مرجعيته السياسيه اللي هي الفاشيه. كذلك كنرجعوا الالعاب الاولمبيه على ما اعتقد في 1938 وكيف اعتمد هتلر على الرياضه كوسيله لترويج انذاك وابراز قوته وترويج الفهوم النازي.
مباشره بعد ذلك كنشوف على ان المغرب انذاك لانه كان في تلك الحقبه يدافع عن استقلال بلاده ووحدته الترابيه واعتماد الرياضه كآلية من آليات الدفاع عن الوحده الترابيه كحركه وطنيه. بعد ذلك كيحقق المغرب الاستقلال ديالو، كيجي الظاهر ديال 58 اللي هو حق تاسيس حق تاسيس الجمعيات، واللي هو الى حدود الان الى حدود 2025 تيبقى ذلك المرجعيه او المرجعيه القانونيه في نعم. اطار هذه المساله كتخلق واحد الاشكال سيدي احمد. هذا صحيح. مازال الاعتماد على ظاهره 58 في بعض الجمعيات حتى هي مازال لحد الان كتطرح بواحد الجدل اللي هو كبير. اكيد سي نسيم، لان الى خدينا الظاهر 58 كنشوفوا على حق تاسيس الجمعيات المدنيه العاديه، هو حتى هو مرجعيه في اطار، لان قانون التنظيمي ديال النقابات والقانون يعني المنظم 3009 للجامعات كنشوفوا دائما على ان لا الجامعات ولا الانديه الرياضيه ولا حتى كلهم تيخصهم الا بغاو يولوا اوبيراسيونيل وممارسين، يعني حتى الاعتماد من الوزاره ديال الانديه الرياضيه كيخصها يكون عندها ذاك الكيتوس او الوصل النهائي حتى تصبح بانها راه هذيك الجمعيه راه قانونيه. اذا لا يمكن ان تمارس الرياضه، اي جمعيه يمكن تمارس الرياضه الا وهي حاصله على الوصل القانوني من طرف وزاره الداخليه اللي هي المانحه لهذا الوصل. اذا الى حدود 2025 كل المكاتب التنفيذيه للجمعيات الرياضيه الممارسه على مختلف الطبيعه ديال الانشطه الرياضيه كخصها تاخذ هذاك الوصل النهائي من الوزاره الوصيه. اذا هذا جانب. تنجيو من بعد من بعد الظاهر 58 كنشوف على ان هناك واحد الحركه رياضيه قائمه الذات في المغرب في عهد المرحوم الحسن الثاني، وكيف انه اصبح يعني مشاركه المغرب في كاس العالم في 1970 والهزيمه كذلك عاوتاني ديال المغرب على الجزائر اعتقد في 1980 79 80. ثم تنجيو على اساس انه المغرب راه كنظم ذاك الالعاب الفرنكوفوني في 1983. الميداليتين الذهبيتين ديالنا هو المتوكل وسعيد عويطه، واللي عطات واحد الصوره جيده على المغرب. وحسن الثاني كان خطابه الشهير لان المغرب معروفا عن طريق هو المتوكل وسعيد عويطه في العاب الاولمبيه لوس انجلوس، وتحقق يعني لاول مره زعما حقا كيطلعوا البوديوم بواحد الشكل كبير. تجي عاوتاني كاس افريقيا اللي فاز به الجيش الملكي في 1985 في النسخه ديالو القديمه. كتجي تاهل المغرب في 1986 الى كاس العالم في مكسيكو كاول منتخب كيتاهل. كاس افريقيا في 88 فريق الرجاء. هذيك هي الحقبه الذهبيه ديال الرياضه المغربيه. يعني هاد الحقبه الرياضيه علاش انا صرت لك هاد المحطات، لان ذلك اصبح المغرب عن بقياده جلاله المرحوم الحسن الثاني يفكر في تاهيل الرياضه وتاهيل واستثمار في الموارد البشريه او لافيسمون في الكابيتال هيومان، يعني في هذا لتحقيق واحد التنميه رياضيه وتكون محكمه وفيها الحكمه وفيها حتى التاهيل الاجتماعي. اذا هضرنا على هنا تبدا كيبان القانون ديال 687. هذا القانون 687 اللي هو بمثابه اول تشريع رياضي في المغرب، اللي كان على ما اعتقد في 64 ماده ولا 68 ماده، ما كنتذكرش لانه هذا. وبدا كيظهر الحق ديال لو باغيناج، بمعنى ان كل مؤسسه عموميه غادي تتعاقد مع فريق وتحتضنوا على اساس انه غادي يحقق واحد استقرار اجتماعي ويولي بحال سيمي بروفيسيونيل، يعني اللاعب تيشتغل وتيمشي يلعب هنا. هذا بالنسبه لي اول تشريع رياضي محكم فيه جميع الاليات ديال التاهيل والاستثمار. للاسف جات الازمه الاقتصاديه في المغرب في 1905 وتحيدت جات 1992 وتحيدت لا بريفاتيزاسيون.
يعني هذاك الخوصصه، جات الخوصصه واصبحت مجموعه المؤسسات العموميه التابعه في قطاع خاص. جات السكته القلبيه ب 1985 والخطاب الشهير ديال صاحب الجلاله المرحوم الحسن الثاني في البرلمان. هنا كتدخل الحكومه الثانويه 96. هذه المحطات مهمه سي نسيم. علاش؟ باش نفهموا التطور ديال السياسه الرياضيه في المغرب كيفاش جات. 96 بالمناسبه كانت المشاركه ديال المغرب في 94 كاس العالم ديال الولايات المتحده في الولايات الامريكيه، و98 في فرنسا. وكانت حصول فريق الوداد كذلك على كاس افريقيا في ديك الحقبه في 92 ضد الهلال السوداني، وحضور الملك محمد السادس انذاك كان ولي العهد. هنا تبان لك ارتباط المؤسسه الملكيه بالقطاع الرياضي وعلاقتها، لان حنا غنجيو نهضروا في هذا الشيء، وعلاقتها يعني الراسخه في القدم مع الرياضه. لكن كره القدم رغم هذا كانت تذبذب، ولكن كانت باقي الرياضات تحقق القاب، خصوصا في العاب القوى، والتايكواندو والتنس. هادو الرياضات كانت باقي، لان كنهضروا على الثلاثي العالمي والعنوي وارازي. كنجيو على ان ظهور مجموعه من الابطال في بعد سعيد عويطه، ظهروا مجموعه من الابطال اللي في المسابقات. الدين حيسو في الماراثون في 10000، في ابراهيم بوطيب، مجموعه من العداء يعني نزهه دوان، مجموعه من العدائين اللي كانوا بارزين انذاك وطلعوا البوديوم، لان كانت ديك الساعه الاداره التقنيه مستمره بالشكل اللي كان. للاسف تراجعت العاب القوى، تراجعت التنس لاسباب حق الى حدود الان هي اسباب غير مفهومه في اطار حكمه. ولكن انا رجعت لهذا الموضوع هذا ديال تراجع باقي الرياضات. تسجيل التاهل النهائي ديال تونس غماس الزكي، بعد ذلك يعني تيجي 1999 تيحصل الملك البلاد تيتسلطن، عفوا تجي لا نوميناسيون ديال لو روا محمد السيس كوم هذا كملك البلاد في 1999. كتجي التاهل ديال المغرب 2004. هنا بدات كتفكر المؤسسه الملكيه في اعاده تاهيل الرياضه، خصوصا بعد رسوب المغرب 2006 في الفوز بكاس العالم اللي كان في المسابقه مع المانيا، وكتجي قبل 2010. اليوم من وراها ما تاهلش المغرب لكاس افريقيا ولا ولكن انا دائما في الادوار الاولى في كاس افريقيا 2006 2008. اكزاكتومون. انا ذاك بدات تظهر جليا رؤيه صاحب الجلاله محمد السادس اعاده هيكله الرياضه بشكل. كتجي المناظره الوطنيه حول الرياضه اللي كنخلدوا اليوم 24 25 كنخلدوا ديال اكتوبر، تنخلدوا الذكرى ديال 17. كتجي المناظره بالنسبه لي انا كوثيقه، يعني كمرجع خارطه مرجعيه لتاهيل الرياضه. للاسف هذه الوثيقه خرجت توصيه 13 توصيه مهمه جدا، فيها الحكامه، فيها لا غوفرنونس، فيها لا ترونسبارونس، فيها الانفستيسمون، فيها الكاليفيكاسيون دي كادر. سيدي احمد، قبل ما نجيو المخرجات ديال المناظره، انا جيك باقي ما كملتش، اسمح لي مرحبا مازال خذ راحتك. غير على مرجعيه القانون التشريعي انا جاي معك، واخا تنخرج شويه ولكن جاي لا مرحبا. تيجي القانون 3009، كيجي القانون 3009 اللي هو بالنسبه لي انا واحد التشريع مهم جدا، وبالنسبه لي انا هو الدستور ديال شنو هو السياق العام فاش جا قانون التربيه البدنيه 3009؟ هو جا مباشره بعد المناظره، لان مرحله معينه ديال من 2000 انا نقولوا على انه كان تراجع للرياضه الوطنيه بشكل كبير، وبدات الدوله تفكر، لان الا بغيتي تفوز الا بغيتي تحتضن مجموعه من التظاهرات الرياضيه تيخصك عندك بنيه تحتيه، عندك اطور، عندك ممارسين رياضيين على مستوى. وبدات تظهر الفكره ديال الاحتراف لو هو نيفو. بدا كيفكر، لان واحد الوقيته كنا كاع الابطال كانوا كيمشيو تيشتغلوا في وزاره الشباب والرياضه. اليوم اللي كنفكروا اننا غندخلوا
الاحتراف. وانا ذاك جاءت الاتفاقيه الاوروبيه ديال لشبون 2007 اللي كان مجبر المغرب انه يدخل ليها. علاش؟ بان على الوضع ديالو المتقدم مع الاتحاد الاوروبي. هذا مساله الاولى. المغرب انذاك بدا يفكر ماليا في الحفاظ على مجموعه من الانجازات، وراكم واحد التراكم تاريخي وخصنا نعاودوا نحافظوا عليه، لان التراكم التاريخي خصنا نحافظوا عليه، وارث رياضي خصنا نحافظوا عليه. ثم تاهيل الجامعات. جاء هذا القانون على اساس انه غادي هيكل. هذا القانون غير هيكل، تكون فيه الحكامه، تكون فيه الشفافيه والنزاهه، تكون فيه الحفاظ على المال العام، غيكون فيه تاهيل الكوادر، غتكون فيه تاهيل المواهب، غيكون فيه التنقيب. يعني مجموعه ديال هذا، وكانت فيه حتى واحد دخل حتى في الاستراتيجيه الوطنيه نعم. في السياق سيدي احمد، يعني ظهور هذا القانون الجديد ديال 30/09 واش بهذه الاعتبارات هادو اللي قلتي دابا، ولا حتى القانون القديم ما بقاش صافي خدام كما تنقولوا؟ انا بالنسبه لي قانون 0/87 لم يطبق بحذافيره، فبالتالي كان على الدوله ان تفكر في تشريع. يعني هذه السياسه العموميه. نعم. كيخصك بناء على التطورات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، كيخصك تكون تحط واحد التشريع الذي يواكب ويوازي التطورات سواء الوطنيه او الخارجيه. بمعنى انك اليوم انت عندك وضع متقدم مع الاتحاد الاوروبي، وعندك مجموعه ديال الاتفاقيات الدوليه سواء يعني بيلاتيرال وميلتيلاتيرال، ولكن في المجال الرياضي راه انت متاخر على مجموعه من الدول اللي انت عندك وضع متقدم معها، وعندك اتفاقيات دوليه معها في القانون الجنائي، في القانون الاداري، على مستوى اتفاقيات ديال حمايه الطفوله، اتفاقيات ديال حمايه المراه، اتفاقيات يعني الاقتصاديه. وكان عاوتاني كذلك لانه المغرب كان تيوجد اتفاقيه الكاط ديال اتفاقيه التجاره الحره في 2010. دونك هادو كلهم سياقات اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وجيو سياسات تفرضوا على المغرب على انه يأهل هذا القطاع الرياضي. وبدات كتبان البوادر على ان القطاع الرياضي هو واحد المجال ديال الاستثمار. واخا نبقاو في هذه المساله ديال قانون التربيه البدنيه، يعني في الوقيته ديال الصياغه ديالو واش جميع يعني الفاعلين كانوا شاركوهم في يعني في الصياغه ديالو او لا تصاغ بشكل اللي هو ربما انفرادي او لا؟ يعني واش عندك صوره على هو شيئين، هناك شيئين متناقضين. هو ان هذاك القانون، لان دابا الصياغه هي الصياغه التشريعيه، هي فن من الفنون ديال يعني كتكون اللي كيدير اللي كيصيغ القانون خاص يكون عنده واحد الملكه قانونيه ياك. وباش كتصيغو كتكون عندك ظواهر اجتماعيه، لان القانون هو ظواهر، كنصيغ قانون بناء على ظواهر وتحولات. فديك الفتره معينه اللي هذا كان هناك يعني كانوا لقاءات مع خبراء ومع فاعلين في المجال. ولكن اسمح لي سيدي احمد، علاش قلت لك هذا السؤال هذا؟ حيت بعض المرات كتلاقى مع الناس اللي خدامين في المجال ديال الرياضه كتسولوا على هذا القانون، كتلقى هو كاع ما عندوش كاع فكره اصلا واش كاين هذا القانون. منهم مثلا اساتذه التربيه البدنيه، او لا مثلا اللي كيشتغلوا حتى في وزاره الشباب والرياضه، ولا حتى مثلا الفاعلين السياسيين، مثلا رئيس لجنه الشؤون الثقافيه والرياضيه اللي كيشتغل مثلا في مثلا على مستوى الجماعه الترابيه، ما عندهمش كاع اصلا درايه واش كاين هذا القانون هذا. داكشي علاش قلت واش اصلا طريقه باش تصاغ واش جوستومون. دابا انا راه كنت جاك اطار باطار، ولكن النقاش كياخذنا دابا الاشكال فين كاين؟ الاشكاليه في بعد اول حاجه في الممارسه الرياضه باقي غتلبسوا الرياضه على حساب ليمونسيون وعلى حساب الامكانيات الفكريه والذهنيه والاكاديميه ديال المسؤول. فهمنا؟ فبالتالي كيمكن تلقى واحد المسير رياضي ما عندوش المام قانوني. فبالتالي هذا الاشكال كيخصو. راه اليوم راه بدا كاين المغرب كيدارك هذا الموقف على اساس انه اصبحت هناك مهن رياضيه تدرس حتى ان يتمكن الفاعل الرياضي من فهم هذه الاشكاليات هذو وهذه المساله هذه. نعم. فكنجيو كنلقاو مثلا قبل من دستور 2011 راه القانون انا بالنسبه لي اصبح متجاوز. علاش؟ لان الرياضه كانت غير ممارسه، اليوم ولات حق دستوري. وهنا الفرق فين كاين؟
فرق كاين في الممارسه وفي الحق الدستوري. راه يمكن لك تمشي تمارس الرياضه عادي، ويمكن لك دير مثلا تلعب المنافسه وداك الشيء عادي، ولكن لا، راه كيجي الدستور تيقول لك سيدي هذه الرياضه هذه راه هي حق من الحقوق ديال الاجيال، وخصنا نولجوا، خصنا نستثمروا في راس المال البشري، وخصنا نديروا، وخصنا نفعلوا، لان داخل في السياسه العموميه، والسياسه العموميه فيها مبادئ قانونيه ومرجعيه دستوريه ما خصناش نتجاوزوها. فبالتالي انا بالنسبه لي هذا القانون 30/9 اللي جات عليه القانون الاساسي للجامعات وجا عليه المرسوم في 2013 ديال الحكومه اللي باش تطبيق هذا القانون باقي في اشكاليات، وانا غادي نجيك لهذه المساله. علاش؟ لان مؤخرا حتى 2025 وتم التوقيع ديال الجامعه ديال جامعه الكره مع الانديه في اطار واحد الميثاق الاخلاقيات ديال الممارسه اللي فيه الحكامه، فيه التدبير المالي المعقلان، وفي كذا وكذا وكذا، وفي تعزيز هذا. بمعنى انه اليوم هذا القانون هذا او هذا الدستور هذا جاء يعني والزم الحكومات المتعاقبه على الشفافيه والنزاهه والبنيه التحتيه والاستدامه الاقتصاديه وتاهيل الكوادر. بمعنى اخر ان هذه الممارسه دي ما بقاش غير داك اللي ما ينص على القانون، خرجات ما ينص على القانون الى الممارسه وتفعيلها. يعني ما بقاش من مرحله التدبير، ما بقاتش في الهوايه، ولات مرحله تغيير. وهذا يمكننا حنا نسقطوا الخطاب ديال صاحب جلاله في اطار مشروع ديال الحكم الذاتي واللي سبقت عليه. انا غنرجعوا ليه من بعد. نعم. انتقلنا من مرحله التدبير الى مرحله التغيير، بمعنى ان سنغير. اذا اليوم احنا راه انتقلنا في السياسه الرياضيه من مرحله التدبير الى مرحله التغيير، يعني نغيروا الفكر ديالنا، نغيروا الممارسات ديالنا، ونغيروا مجموعه. اذا كما قلت لك الاخ نسيم، هذا الدستور هذا خلانا على اننا نشوفوا الزاويه ديال الرؤيه ديالنا تبدل. يعني الانشطه الرياضيه خصها تبدل، ما تبقاش في اطار ممارسه عاديه وممارسه احترافيه. نعم، فيها من عباره عن الهوايه للاحتراف. وانا جايك فيها انتقال من الجمعيات الرياضيه الى شركات. نعم، كيطبق على القانون 1795 اللي تعدل مؤخرا. وانا غادي نفصل في هذه المساله هذه، لان القانون 1795 تعطيك قانون الشركات المساهمه. الشركات المساهمه فيها مجلس ديال المساهمين، واللي كيتعين فيه مجلس، كيتعين عليه مجلس اداري تيسيروا اما الرئيس المدير العام او مدير عام. هي مجموعه الارهاصات اللي كتفرض عليها، وراه مطبقه في القانون 30/9 واللي الجمعيه كتمتلك فيها واحد 30% من اسهم الشركه، والباقي الاخر هنا. يعني حنا دخلنا في واحد الدوامه اللي حد الان الجمعيات الرياضيه باقي ما استطاعتش هذا، لان تواكب هذا علما ان هناك واحد الدوريه مشتركه على ما اظن في 2013 مع 2014 كانت بين وزير العدل والحريات انذاك الاستاذ الرميد والسيد الطلبي العالمي، في اطار دوريه مشتركه تلزم المحاكم التجاريه قبول عدم قبول الشركات الرياضيه دون الحصول هذه الجمعيات على اعتماد. يعني خصك تحط الجمعيه تاخذ الاعتماد، عاد تسجل الشركه ديال الرياضيه في المحكمه التجاريه اللي ذاك التراب الوطني ديال الجمعيه. هذا واحد. لكن على ما اعتقد حتى كاين مشكل حتى في النصوص التنظيميه ديال الشركات الرياضيه اللي مازال ما انا جايك في التدبير ديالها. كاين واحد الدوريه مشتركه ما بين وزير الداخليه الاستاذ السلفتيت ورشيد الطلبي العالمي اذنك ديال وزاره الشباب والرياضه، اللي فيها ملزم على ان الجامعات الترابيه والمجالس الجهويه والجامعات المحليه ما تعطي حتى سنتيم الانديه الرياضيه دون حصول هذه الجمعيه على اعتماد والاتيان بورقه تثبت حصولها على نعم. المهم يكون عندها الاعتماد،
الشركه مسجله في المحاكم التجاريه وعندها الوصل ديالها بان راه شركه رياضيه قائمه الذات فيها الشروط اللازمه عاد تحصل الشركه الرياضيه على دعم هذا واش كيدار ما كيدارش. هناك سؤال، كتحصل الشركات الرياضيه الان اللي هي كمجسده تقريبا في كره القدم كتحصل على دعم، ولكن راه تيبقى داك الشيء باقي اخر اخر نص قانوني هو القانون الاطار 51/17 قانون التربيه الوطنيه. قانون اطار التربيه الوطنيه اكزاكتوم. فيه في واحد لا روبريك ديال تاهيل الرياضه فيه اربعه ديال المحاور اساسيه اللي فيه المواكبه والمراقبه، لا فيها التوجيه والمواكبه والمراقبه والتقييم. هذو اربعه المحاور اساسيه، بمعنى ان هذه الرياضه اليوم راه مراقبه من طرف الجهاز الوصي، واللي خص فيها تاهيل الكوادر والى غير ذلك من النصوص التشريعيه المؤثره لهذا المجال. نعم. نرجعوا لواحد المرجعيه اللي هي اساسيه في السياسه الرياضيه، وهي الاستراتيجيه الوطنيه للرياضه اللي انبثقت من المناظره الوطنيه حول الرياضه في السخيرات في 2008. نعم. شنو هي هذه الاستراتيجيه، وشنو هي التوجهات الكبرى ديالها، او لا شنو هما التوصيات ديال هذه الاستراتيجيه؟ هو كاين هذه المرجعيه وكاين واحد الاحاله على ما اعتقد، كاين واحد الاحاله رقم 16 على 2019 ديال مجلس المستشارين الغرفه الثانيه في البرلمان، طبقا لمقتضيات الماده 7 من القانون التنظيمي 128/12 متعلق بالمجلس الاجتماعي والبيئي من اجل اعداد دراسه حول السياسه الرياضيه بالمغرب اللي من 2008 الى 2018. بالمناسبه هو هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو واحد المؤسسه دستوريه داخله في اطار الهيئات الحكامه، وهذا الاحاله هي اللي عطاتنا بعض هذا. ولكن انا غادي نرجع معك للاستراتيجيه اللي بالنسبه لي مهمه جدا. نعم. انا حاولت ما امكن هذه الاستراتيجيه لان فيها بزاف العناصر الاساسيه، وغنحاولوا ما امكن نفصلوا فيها. يعني هذه الاستراتيجيه الوطنيه في اول شق او اول عنصر ولا اول اكس هو تعزيز الممارسه الرياضيه واللي كنا تنهضروا عليه. نعم. اللي هي كتجاوب نسيم على المناظره. اول حاجه نشر الثقافه الرياضيه بمعنى ترسيخ القيم الرياضيه وجعلها اسلوب حياه لكافه المواطنين. هذا واحد. تحسين الصحه واللياقه وتشجيع النشاط البدني، بمعنى هذه الرياضه وهذا النشاط البدني هو راه مهم في المجال الصحي، وحتى السياسه الصحيه في المغرب راه تتمركز حول هذه الصحه والنشاط البدني ونشر ثقافه الوعي وتنقية ممارسه الانشطه الرياضيه. كاين نقطه ثالثه دعم الشباب، بمعنى دعم الشباب، تحقيق واحد التنميه متكامله للشباب وتعزيز مشاركتهم في الرياضه، بمعنى ان داك لو سبور دو ماس ونبوستيو لاكتيفيتي سبورتيف ولاكتيفيتي فيزيك، عفوا لاكتيفيتي فيزيك ولاكتيفيتي سبورتيف، ونحاولوا ما امكن نشجعوا الشباب على ممارسه الرياضه ماشي في المدن، حتى في المجال القروي وحتى في مجال الرياضه القاعديه. اكزاكتوم على الرياضه، ومنها اللي كتخلينا نديروا لا ديتيكسيون، يعني التنقيب. كاين عنصر ثاني في الاستراتيجيه هو تطوير اداء الرياضيين، وهذه مساله مهمه. تطوير اداء الرياضيين اللي فيها شقين، فيها الكوادر وفيها المواهب. اكتشاف المواهب لان التنقيب ياك، وتطوير المستوى ديالهم الفني، بمعنى ان تنكتشفوا المواهب وكنسقلوا السكيلز ديالهم، كنطوروا السكيلز ديالهم باش ترجع تيطلع المستوى ديالهم، وكنخلقوا جيل قادر على ممارسه الرياضه كيف ما كان النوع ديالها. تقدر كره القدم، كره السله، هذا الرياضات الفرديه، رياضه الرياضات الحربيه. يعني كنحاولوا ما امكن في هذا الاطار هذا نقولوا مواهب. ثم تحسين المنافسه، بمعنى تحسين المنافسه يعني الارتقاء بالرياضه التنافسيه ياك، وتحقيق الرياضه في مختبر الالعاب، بمعنى ان الرياضه التنافسيه يعني لي شامبيون اللي كاين عندنا دابا اليوم حنايا بحال هذه البطولات وهذه ما يكونش عندنا فيهم مشاكل، نعطيهم البنيه التحتيه ديالهم، نعاونوا الجامعات الرياضيه، نوقفوا على تحقيق الرياضه في الالعاب، بمعنى اننا غادي نأهلوا
اللاعبين ديال المستوى العالي في اطار علاقه الوزاره الوصيه مع اللجنه الاولمبيه مع الجامعات الرياضيه مع الاتحادات القاريه والدوليه. متفقين السي نسيم الى حدود الان؟ نعم. ياك. ولو سوكسي يونيفرسيل، يعني النجاح الدولي، تمكين الرياضيين من تحقيق اداء عالي في المحافل الرياضيه مثل الاولمبياد. وحنا تنشوفوا مؤخرا المشاكل اللي وقعت في اولمبياد باريس 2024 واحتلال المغرب مراتب متاخره، علما ان فزنا بميداليتين، واحده ذهبيه وحده نحاسيه. ذهبيه بالطبيعه على المستوى ديال البقالي واللي انا شخصيا تنشوف على انه قام بمجهود كبير فردي، رغم ان بعض المعطيات تشير على انه راه كاينه جامعه وراء داك الشيء، لانه كاين تحت الراس انه احنا دابا كان الا كان غادي يكون مشكل، راه مشكل ماشي واش البقالي بمجهود، ولكن حنا عندنا بقالي واحد. فوالا حنا عندنا واحد، هذا هو اللي مشكل. الاشكال هو عدم الاستفاده من او عدم الاستفاده من بقيه الممارسين في المجال ديال هذا، واللي كنشوفوا تراجع رهيب ديال الالعاب القوى، وكنشوفوا هجره بعض وهجره بعض الممارسين في الالعاب القوى وكياخذوا جنسيات واحده اخرى، وهذا ما يحز بالنفس وكتحقق تحقق القاب. هذا الجانب. نعم، غادي نجيو لهذا الموضوع سيدي احمد. نكمل لك. وكانت الميداليه النحاسيه ديال كره القدم، واللي هي في حقيقه الامر كانت مفاجاه كبيره وساره في نفس الوقت، على اعتبار ان هناك واحد الرصيد في هذا. نجيو الشق الثالث والاخير، هو تطوير القطاع الرياضي اللي فيه الحكامه والشفافيه، تعزيز الحكامه الجيده في القطاع الرياضي. وحنا كنشوفوا دستور 2011 دستور ديال الحكامه الجيده، ورفع مستوى الشفافيه. ثم البنيه التحتيه، تطوير شبكه المرافق الرياضيه توفر الخدمه للمجتمع بشكل افضل. وحنا كنشوفوا تطوير ديال البنيه التحتيه. انا اليوم كاين الاستدامه الاقتصاديه، تعزيز مساهمه الرياضه اقتصاد التنميه المستدامه. اليوم تنشوفوا على ان المغرب باستضافته مجموعه ديال التظاهرات الرياضيه اصبح يحقق واحد تنميه رياضيه واقتصاديه سياحيه وبنيه تحتيه اصبحت تستضيف هذا. بقات اخر محور اللي هو التعليم والتدريب. هنا كنهضروا على تطوير التربيه البدنيه في المدارس بطبيعه الحال، علاقه التربيه البدنيه مع الرياضه المدرسيه، وهذا شيء مهم، والرياضه الجامعيه. وهذا راه شيء خصنا ناخذه بعين الاعتبار، لان خصنا نأهلوا هذا المجال هذا بشكل هذا. ثم توفير بيئه محفزه للشباب، بمعنى ان في اخر محور تنجيو كنلقاو الشباب اللي هو عماد المجتمع، واللي هو كطالب الدستور في الاستثمار في راس المال البشري، واللي كيحث عليه النموذج التنموي اللي هو عنوان ديال اللقاء اليوم. نعم. نبقاو في هذه الاستراتيجيه الوطنيه للرياضه. الا بغينا نديروا تقييم ديال هذه الاستراتيجيه، يعني نسبه واش تم تحقيق هذه الاهداف هذه اللي على اساسها تدارس او لا؟ شنو الجواب؟ الى نكون صريح معك بالنسبه لواحد الشق مهم بالنسبه لي انا، وبشهاده ماشي شهاده ديالي انا، بشهاده الجامع وشهاده الممارسين، لان البنيه التحتيه اصبحت لدينا بنيه تحتيه مهمه في مجال الممارسه الرياضيه. واش في الرياضه عامه ولا غير في كره القدم؟ دابا على الالعاب الجماعيه. كون هناك قاعات لممارسه كره السله، كره اليد، كره الطائره، بنيه تحتيه ديال كره القدم، مثلا دو بروكسيميتي، قاعات في المستوى، وهذا في عاوتاني ولكن في نقاش. وكاين تراجع في بعض الرياضات في اكيد تراجع ديال الرياضات ما نهضروش عليه، لان تراجع مهول، لان الاحتلال ديال المغرب، لان شنو هي الصوره ديال اي دوله؟ هي الالعاب الاولمبيه تماما، هي الالعاب الاولمبيه. الا ما حطيتش فيها نتائج ايجابيه، بمعنى ان عندك خلل، كلاسي الدول، عندك خلل وعندك خلل كبير. حنا ما يمكنش مثلا كنا كنحققوا القاب كبير، على الاقل كنا كنضمنوا ميداليات في العاب القوى، كنا كنحققوا تواجد في التايكواندو، في كره المضرب، في التايكواندو، في البيتونك كانت عندنا القاب عالميه في البيتونك. راه هذه مساله في كره حديديه. كان عندنا التنس كذلك. كان عندنا الكاراتي، كان عندنا لا بوكس.
كنا نحققوا فيها غدا. كان عندنا المصارعه، كنا نعم نحققوا اقارير في هذا المجال، سواء يعني قاريه وعربيه ودوليه. لكن نعم. للاسف هناك تراجع كبير. سؤال 54 جامعه. نفس السياق سيدي احمد كذلك. هذه الاستراتيجيه الوطنيه للرياضه واش جات منسجمه مع مثلا قانون التربيه البدنيه 3009، وبعد ذلك مع المشروع ديال الجهويه الموسعه، او لا كاين هناك خلل؟ انا بالنسبه لي اليوم هذو نتائج، او ما تحقق اليوم جزء بسيط من الاستراتيجيه الوطنيه، واكيد لانه هذا تنبثق هذو المخرجات ديال حتى ديك الاحاله اللي كان دارتها مجلس التنظيم الاجتماعي والبيئي، واللي كان في ناقش فيها مع مجموعه ديال المتخصصين في المجال وداك الشيء. ولكن دابا النقاش اللي كاين هو 30/09 راه يلاه بدينا تنخرجوا منه شي حويجات، بمعنى انه اليوم الى درنا مثلا دابا حنا الممارسه الرياضيه في الجهات عندنا دابا حنا عندنا 12 جهه اضافه الى الجهه رقم 13 اللي هي الجاليه. الجهه رقم 13 حنا مستبدين منها مثلا في كره القدم، حنا مستبدين من جهه 13، يعني كتامبورتيو لي زاليمون مزيانين كنامبورتيوهم بطبيعه الحال بالعمل بالاشتغال مع الاكاديميه. ولكن على المستوى الجهوي والعداله المجاليه في الممارسه الرياضيه هناك اشكاليات حقيقيه، لان اليوم الخريطه الجغرافيه ديال الرياضه فين كاينه؟ الخريطه الجغرافيه ديال الرياضه كاينه في الشريط الساحلي. الا قبطنا دابا في التموقع الجغرافي ديال الرياضه كنشوفوها من طنجه وانت غادي وانت جاي حتى كنوصل لاكادير، حتى كنوصل مثلا اليوم طنطا، لان عندنا فريق ديال كره السله في طنطا وانت غادي. وفي العيون الممارسه ديال بنات كره القدم الخريطه الجغرافيه. علاش الشريط الساحلي؟ لان الشريط الساحلي هو اللي فيه التمركز الاقتصادي، هو اللي فيه مركز الحركه التجاريه، فبالتالي هذاك لا بوبولاسيون اللي كتكون هي كتخلق لك واحد القاعده كبيره ديال الممارسه الرياضيه. الا دخلنا شويه على وجده، بركان، وجينا لفاس، مكناس، الرشيديه، وهذا كنلقاو دائما على ان الرياضه كاينه في مناطق معينه، ما كايناش في المغرب كامل. بمعنى ان العداله المجاليه او الخريطه الرياضيه خصها يتعاد فيها النظر حتى تكون، لان الا بغيتي دابا مثلا دير التنقيب ما يمكنش تجي المجال الحضاري ولا ساتوري، ما بقاش الفضاءات الممارسه ولا يعني باستثناء كره القدم الاكاديميه. داكشي كنلقاو اشكاليه حقيقيه على باقي الرياضات. مثلا تنجيو الشريط على حساب الشريط الساحلي اللي عندنا، نورمالمون خصنا حنا نكونوا مزيانين في الرياضات المائيه، لافوال، الكاياك، يعني هادو كيخصو يكونوا فيهم متميزين. يعني ما استغليناش حتى ذاك الخصوصيه الجغرافيه ديال كل منطقه، بحال مثلا ما كما كاينش راجعين مثلا دابا النواحي ديال الرشيديه مثلا كاينه تما مرزوقه، الرمال ديال مرزوق. علاش ما غادي نديروش واحد الرياضه اللي ادابتي لذاك المنطقه؟ افران مثلا غنشجعوا فيها مثلا العاب القوى مثلا في افران راه كانت واحد المجال ديال التدريب ديال اصحاب العاب القوى تماما. خصوصيه المنطقه. انا تيبان لي اليوم السي نسيم، وهي مساله مهمه، هي ديال التكوين ديال الاطر ديالنا، يعني ماشي التكوين غير تقني والتكتيكي، لا انا ضد ان التكوين خصو يكون تكوين شامل وعام. لان اليوم الا شفنا التكوينات اللي كاينه الان خصوصا في بعض الرياضات كنشوفوا تكوين انفورماسيون سبيسيفيك، يعني تو سكي تاكتيك تكنيك، فهمتي؟ انا بالنسبه لي التكوين ديال التربيه، اصحاب التربيه البدنيه وحتى بعض المهن الرياضيه راه اصبح تكوين مهم وتيعاون حتى في تطوير الملكات ديال 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 ديال, ديال الاطار اللي غيصر على هذا واحد. جوج، التفكير بشكل كبير في اعاده النظر في استراتيجيه، بمعنى ان مثلا الاداره التقنيه اليوم اصبحت ملزمه في اي رياضه، ملزمه بمعرفه الخصوصيه ديال ذاك الرياضه، المناطق الجغرافيه او المناطق الجغرافيه في المغرب اللي غتجيب لنا نقبوا بها على المواهب اللي غتعطينا وغتتفاعل مع ذاك النوع الرياضي، ثم الارث التاريخي ديال المنطقه. اتونسيون، حنا راه تنجهلوا هذه المساله هذه. مثلا الا حنا كنا متمرسين في الفروسيه
مثلا في لا فونتازي ديال هذا. علاش؟ راه عندنا واحد الارث تاريخي. اذا خصنا نبحثوا على الارث التاريخي ديالنا، مهم بشكل كبير. المرجعيه التاريخيه مهمه. نعم، راه كانوا عندنا العاب تقليديه. وي المرجعيه التاريخيه والجغرافيه في التنقيب على المواهب وتطوير الاستراتيجيه مهم بزاف. ما خصناش نبحيوه من قدامنا. ثم اهل التخصص في التشريع اليوم صبحنا ملزمين يكون عندنا متخصصين في التشريع الرياضي واللي كيواكب التطورات ديال التشريعات الدوليه. ما يمكنش اليوم حنا كنهضروا على لي سوسيتي سبورتيف وفرنسا كتهضر على لونتربريز سبورتيف. كاين غرون ديفيرونس، لان ملي كنقولوا لونتربريز سبورتيف سي لونتربرونيا داخله في الرياده. وهذا ملي كيقول لا سوسيتي سي اون سوسيتي ليميتي افيك دي تيكست دو لوا اي دو سويت. داكوغ. تمام. دونك حنا هادو اشياء مهمه خصنا تكون مراعاه ديالنا. ثم على ان الحكومات المتعاقبه اللي جايه اليوم خصها تكون عندها فكره، لان اليوم من ينبثق عن الحكومه هي الاحزاب السياسيه. اليوم في لا كومباني الكتورال او في الحملات الانتخابيه وحتى في البرامج الرياض ديال الاحزاب الرياضيه في الرياضه هي قليله، رؤيه ضعيفه. انا خدمت على واحد انا ارتيكل سيونتيفيك على انا لقيت 5 النماذج ديال الاحزاب السياسيه اللي لا كومباني الكتورال 2021 هي اللي خدمت على المكانه على الرياضه. الباقي الاخر يشتغل. وهذا مشكل، لان احيانا الاحزاب السياسيه اللي كتحصل على اغلبيه المقاعد راهي كتنقص من الحكومه، هي كتعين فيها بمعنى ان الحزب اللي تيكون حاكم كتكون عنده واحد رؤيه قطاعيه رياضيه. الاحزاب سيدي احمد، واحد التعليق هنايا. عمري سفيان تيقول: هل الاحزاب السياسيه لهم برامج للنهوض بالقطاع، ام ان الرياضه قطاع مرتبط فقط باجتهادات رؤساء الجامعه؟ وفي حق السؤال راه مهم بزاف. علاش وانا نقول لك علاش، لانه كنشكر السي العمري على سفيان عمري. عندنا بزاف ديال التعاليق، ولكن حابه لو نخليهم للاخر باش اننا نجاوبوا عليهم. غادي نجيو لنا الدعوه في السياق. انا قلت لك خدمت على واحد المقال علمي محكم في هاد الاحزاب السياسيه اللي تقريبا 5 الاحزاب اللي خدمات على الرياضه، ولكن ما كانش منسجمه. مثلا حزب هضر على رفع الميزانيه، حزب اخر تيهضر على البنيه التحتيه، حزب اخر يعني ما عندوش احزاب سياسيه ما عندوش واحد التصور شامل للمنظومه الرياضيه، علما ان الاحزاب السياسيه هي من تنبثق عنها الحكومه في البرلمان، سواء كانت اغلبيه او في المعارضه. خاصها تكون المعارضه لان هما اللي خصهم يشرعونا في الرياضه، هي خاصها في اللجنات الدائمه ديال اللجنه الدائمه. عفوا خصني نقول الكلمه ديال هنا، لجنه التعليم والثقافه والاتصال بمجلس النواب اللي كديروا فيها التقييم ديال السياسه العموميه. خص تكون داك المعارضه حتى هي حاضره، لان انا حضرت في هذه اللجنه هذه، حضرت التقييم ديال المشاركه المغربيه في 2024 وحضروا الاحزاب السياسيه سواء المعارضه او اغلبيه، وبداو تيدافعوا على الانجازات ديال الحكومه، علما ان المرتبه اللي حصل عليها المغرب هي مرتبه غير مشرفه. فالاحزاب السياسيه اعتقد اليوم اصبحت مطالبه باعداد برامج انتخابيه كتحث فيها على الرياضه، على اساس ان راه اليوم الصوره ديال الحصول المغرب على كاس العالم في الشباب وحضور القجاع وحضور بوريطه يتضح التزام المؤسسه الملكيه بمعيه الحكومه في تدبير الشان الرياضي والدبلوماسي. راه هذه صوره سيميائيه مهمه بزاف، هذه القراءه السيميائيه مهمه. اذا اليوم الاحزاب السياسيه مطالبه باعداد برامج، علاش؟ باش كتدافع عليها وكترافع عليها في القوانين الماليه. نعم. فكرني في هذه المساله باش نرجعوا ليها، لان مشروع قانون الماليه ديال 2026 راه تزاد عليه بشكل طفيف الميزانيه الفرعيه، ياك؟ على اساس ان الدوله راه كتفكر ماليا في هذا، لان اليوم انتخابات رئيه على الابواب ديال 2026 وكان واحد النقاش من سيقود الحكومه، وكان اللي خدانا حكومه المونديال، وبالتالي كان هناك واحد النقاش سياسي. فصاحب الجلاله نصره الله خرج
وعين القجع كاللجنه ديال كاس العالم. وهنا تنوضح لك اهميه هاد اللجينه نعم، هذه. هذا الشيء اللي غادي نهضروا عليه في المحور الاخير، واللي كيتعلق باي رؤيه للسياسه الرياضيه المغربيه في افق 2035. يعني شنو هما المرتكزات الاساسيه اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار؟ اليوم انا بالنسبه لي واللي مهم جدا هو انه اتضح على ان عندنا سياسه كرويه. اتونسيون، كنهضرش على السياسه الرياضيه، لان في مجال البحث العلمي ديالنا وانتم كذلك نتوما اشتغلتوا السيناسي في هذا المجال هذا، وباقي الباحثين الزملاء اللي كيشتغلوا واللي هما دي براتيكون. لان الفرق بين الممارس الرياضي واللي عنده لا براتيك ولا كاسكيت ديال ان شيرشور سيانتيفيك تيكون شويه متميز على الاخر، عنده واحد الرصيد معرفي على اساس انه خرج الميدان ومارس ودار وتعرف الارهاصات والمشاكل ديال الانديه وديال الممارسين. لان مثلا حنا ملي كنشتغلوا مع لي سينيور كنعطيهم اهميه، ما كنعطيوش الفئات العمريه الصغرى، ما كنعطيهمش اهميه. لو ماتيريال بيداغوجيك ما تيكونش كامل. البنيه التحتيه ديال الممارسه احيانا كتكون غائبه لان كتستغل القاعه في حويجات اخرى. اذا كما قلت لك حنا اليوم كنعيشوا واحد الطفره ديال السياسه كرويه بنتائج الايجابيه والسلبيه، ولكن باقي الرياضات تتعاني. والاشكال اللي مرتبط بالنموذج التنموي في افق 2035 يتحدث عن على الرياضه كآليه كرافعه اساسيه للتنميه المستدامه، وهي العباره اللي جات في الديباجه ديال القانون ديال 3009. الرياضه رافعه للتنميه المستدامه، بمعنى ان لوفيي دو ديفلوبمون دورابل. ثلاثه كلمات اساسيه: رافعه، تنميه. والتنميه راه هي الاستثمارات ما هو اجتماعي وما هو سياسي وما هو سياحي وما هو بنيوي، وتجد دائما، بمعنى ان هذه التنميه غتكون دائمه الى تحقيق النموذج التنموي في 2035 اللي انتم تعرفوا على ان بعض البرامج اللي هي كتكون برامج استراتيجيه او لها اهميه ولها اولويه تتكون متابعه من طرف رئيس الدوله اللي هو ملك البلاد من الناحيه الدستوريه، ثم توازي باقي البرامج. مثلا الانبوب ديال الغاز اللي غادي يمشي لاوروبا، هذاك لو بون اللي غيدار في افق 2030 بين المغرب واوروبا، يعني بلوره الاقتصاد المغربي وجعله اقتصاد تنافسي. هذا المغرب اليوم تيصنع السيارات، كيصنع هذا، والمغرب اليوم راه ولا تيصدر حتى كرويا ولا كيصدر اللاعبين. رجعنا للعاده ديالنا. اذا كما قلت لك هاد الفرص اللي عندنا اليوم كان خصنا ننظروا لها، ولكن عندنا تحديات بطبيعه الحال. التحديات ما هما السيناسيين، هو الحفاظ على هاد النجاحات. الحفاظ على النجاحات، باش الحفاظ على النجاحات اللي حققنا بلا فيزيبيليتي، يعني برؤيه شامله وبحكامه، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وانا تعجبني واحد البروفيرب ان انجلش، هي ذا رايت مان ان رايت بليس، يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، اللي هي لا سينيفيكاسيون ديال لا غوفرنونس هذا. ثم المنح قاده، بمعنى دي ليدرشيب، يعني هذاك القاده ديال المشاريع نحطوهم. اذا اليوم ما حققته كره القدم بنتائج سلبيه بايجابيه، ولكن حققت واحد الانجازات بالنسبه لنا حنا مهمه، واللي خص باقي الرياضات تنوض. هذا راه اليوم تنشوفوا على انه سمح لي ضروري نهضر على واحد مساله مهمه بالنسبه لي انا، هو ديال الميزانيه الفرعيه. اليوم الميزانيه الفرعيه، وكنشوفوا اليوم الميزانيه الفرعيه التي قدمت. انا غادي نبارطاجي معكم واحد الصور. هذا حصيله المجدبه السنه الماليه 2022 رياضه المستوى العالي تاهيل الملاعب الرياضيه الكبرى. هذا من بين اهم المنجزات الرياضيه اللي غادي تكون في 2026 واللي رفعت الميزانيه ديالها
السي نسيم ترفعت الميزانيه ديالها، عفوا اسمح لي، الميزانيه ديالها ترفعات سيدي هو عندي مقارنه مع السنه الماليه 2022 2.06. مع ها هو دابا ها هو المنحنى تيبان لكم او ذاك الرسم الميزانيه هو تيبان فيه مجموعه ديال اذا بمعنى ان الميزانيه ديال الفرعيه ديال السنه الماليه 2026 غلاف مالي يقدر ب 21 مليون درهم مقارنه بالسنه الماليه ديال 2025. بمعنى ان هذا غتحمل الوزاره وغيتحمل الصندوق الوطني. يعني كاينه رغبه في التطوير، هذه الرغبه ملزمه، هذه الرغبه ديال التطوير ملزمه تلزمها يعني السياقات السياسيه والدوليه وحصول المغرب على شرف تنظيم التظاهرات الرياضيه العالم. وهنا في الحصيله في السياق راه هو دارها الوزير ملي كان تيدير الميزانيه الفرعيه في اللجنه اللي قلت لكم قبيله، اللجنه الدائمه ديال الوزاره ديال في البرلمان. راه السياق هو اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم عن فوز المغرب بشرف استضافه كاس افريقيا 2025، ثم قرار اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم باجماع ملف المغرب اسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كاس العالم 2030. يعني السياقات الدوليه وهذا كتفرض على المغرب على انه يلتزم بتفتر التحملات التي قدمه الفيفا. حنا كنعرفوا على ان المغرب عندما دخل التحدي فهو دخل بسن لا رجعه فيه جميع المجالات. يعني اليوم الميزان القانون الماليه ديال 2026 2027 2028 2029 2030 راه غتكون فيها واحد تطور زايد في الاغلفه الماليه المخصصه، والشق الكبير فهذا غادي تنظر على الميزانيه الفرعيه ديال الوزاره. الشق الكبير غادي يمشي للرياضه لان حنا ملزمين باحترام الاجال اللي حققناه في 2030. اذا اليوم هاد الفرص هي كاينه، ولكن لدينا تحديات. المغرب بطبيعه الحال قادر على انه هذا، ولكن يجب الاشاره واحد المساله مهمه على انها تنظيم كاس افريقيا وتنظيم كاس العالم هي محطه من المحطات ديال النموذج التنموي ديال الافق 2035. لان الناس كل دابا اليوم كل شيء تيربط هادشي ب 2030. نقولوا انا لا، شنو هما الاسس ولا الاهداف الكبرى ديال النموذج التنموي فيما يخص الرياضه؟ هو في حق النموذج التنموي انا عندي كنت طلعت عليه في واحد جيت روبريك على هذا، ولكن اللي اساسي فيه شنو هو الاستثمار في الراس المال البشري. هو اهم عنوان على اساس ان الرياضه هي اليه للتنميه المستدامه، ولكن في العمق ديالها هو الشباب. حنا تنشوفوا الملك راه هضر عليها على ان الشباب راه هو اساسي. شنا الاحتجاجات الاخيره ديال اللي هي سياق ديال الاضطرابات الاجتماعيه سوا ديزون نقولوا على جينيراسيون زد اللي واحد فئه معينه، ولكن راه بالمقابل خصنا هاد الناس هادو انفيستيو فيهم، لان الرياضه اليوم ولا كتحقق واحد البي بي خطير جدا. حنا تنشوفوا الدول اليوم هاد البنيه التحتيه الرياضيه كتستغلوا في انشطه اخرى ثقافيه. واليوم تنشوفوا مثلا القاعه ديال المركب محمد الخامس راه كدير فيها سهرات. يعني كاين واحد الرسوم ديال الانفستيسمون كاين. الرياضه راه ولات كتدخل فلوس. اكاديميه محمد السادس اليوم المصادر التمويل ديالها راه 4 المصادر. راه المرتبه الرابعه هي التمويل ديال الدوله. راه كان المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه وكاين مشهرين اللي هما بلا ما نذكرهم هنايا، وهي مجموعه من المؤسسات اللي هي. اذا اليوم هاد السياسه الرياضيه المغربيه كاينه سياسه كرويه، ولكن خص الرياضه الاخرين حتى هما يمشوا في السياق، لان اصبحنا ملزمين. واليوم راه هاد الميثاقات اللي انا خص كل جامعه توقف على جوج، لان كنقولوا لا راه الميزانيه مرصوده، لا تنقول ودي لا راه خصنا نطوروا راسنا هذا. وكاين واحد البرنامج مهم ديرها لا اف دي لاجونس فرونسي دو ديفلوبمون في اطار سميتو هافوبا هاندبول باسكت بول فولي بول. خدمات مع 3 الجامعات في اطار تغيير الاستراتيجيه ديالها الانتقال الرقمي داخل المؤسسات الجامعيه هذا. واليوم راه كاين حتى البرنامج الاولمبي راه مهم، لان الجامعات تستخدم برنامج اولمبي. راه البرنامج الاولمبي كيما تيشتغل على بعض الرياضات مثلا على لو جونغ هذه، راه كاين برامج رياضيه مهمه خصنا نستغلوا عليهم. خصنا ندوزوا للدور ديال الجماعات الترابيه.
اليوم في تماما. جويه متقدمه، خص الجماعات الترابيه والجهات والمجالس خصو يشتغلوا هذا المجال، لان اليوم الى استغلينا بعض الفضاءات الرياضيه وانفستينا فيهم راه اعتقد هما المعنيين اكثر بالتنزيل ديال اي مشروع. اكيد. لان علاش؟ لان الرياضه اليوم راه ولات تخلق مناصب شغل. الرياضه اليوم راه هناك برامج مدنيه مع مجموعه الجمعيات اللي راه كتشتغل في اطار اتفاقيه مع المجالس الترابيه، وكتخلق فضاءات رياضيه وكتخلق مكونين وكتخلق اعاده الادماج. انا كنعرف واحد البرنامج اليوم ديال واحد الجمعيه كتخدم على في لانسيرسيون سوسيال اترافير لو باسكيت بول، لا داعي لذكر ديال الاسم ديالها. كتخدم ناس وكتعاود تدمج بعض التلاميذ اللي خرجوا على القرايه، كتعاود تدمجهم في الرياضه وكيبداو يقراو، وخلقات واحد الفضاء كبير. ومشات بعض المجالات الترابيه اللي فيها خصاص، فاشتغلت ولات كتاهل حتى داك لا بوبولاسيون اترافير لو باسكيت بول. كاين مشاريع اخرى مهمه نعم. بحال فوتبول فيمينان. فوتسال، راه يمكننا نستغلوا به عن طريق، لان حنا راه عندنا واحد الثقافه ديال الميني فوت الميني كاينه فوت. خصنا في الفضاءات العموميه، فضاءات بلانيتيه خصنا نستغلوهم ونانفيستيو فيهم. اذا عندنا مجالات فين انفيستيو، عندنا مجالات فين نديروا. عندنا مثلا داك الجمعيات الرياضيه ديال التايكواندو والكاراتيه، عندنا كثيره خصنا نانفيستيو فيهم وخصنا ناهلوهم. وهذاك الجمعيات الرياضيه اليوم راه ولات جمعيات، راه حنا مثلا بعض العصاب اليوم راه بعض العصاب كتستغل ميزانيه مهمه ديال الجماعات الترابيه. مثلا الجهه ديال عصبه الدار البيضاء الكبرى، عصبه الدار البيضاء 16 عفوا، راه كتستافد من الانديه ديال كره السله كتستافد من اموال الجهه. يعني الجهه اليوم كتحاول تقوم بالدور ديالها، لان عندنا هناك تحديات اخرى، لان كاين مجالات اخرى، كاين مجال الثقافي، مجال ديال المسرح، مجال ديال الجمعيات اللي كتشتغل مع النساء، الجمعيات اللي كتشتغل هناك ارهاصات اخرى. نعم. فبالتالي واحد السؤال سيدي احمد كيتطرح بكثره، هو هذا خذ راحتك. يا خويا تفضل. هو هذه المساله هذه ديال دمج قطاع الرياضه مع وزاره التربيه الوطنيه. شنو رايكم انتم في هذا الدمج ديال هاد الجوج؟ يعني بحال قزمنا وزاره بحجم الرياضه، رجعناها مديريه وسط واحد القطاع اللي اصلا هو بمشاكله اللي هو وزاره التربيه الوطنيه. كيفاش كتشوفوا انتم هذا الدمج هذا؟ هادو سنان نسيم، هادو من المخرجات السيئه ديال النموذج التنموي. هادو من المخرجات السيئه. علاش؟ ما عرفتش انايا شنو. انا بالنسبه لي ما عرفتش لا فورمول اللي يعتمدوا على اساس ان هي الرياضه مدرسيه، لانهم مشاو على ان الرياضيه المصريه اول لبنه الممارسه الرياضيه، على اساس انه كيطلع للجامعه ومن المريضه كيمشي مثلا للسبور اماتور، من السبور اماتور كيمشي للسبور دو هو نيفو. بالنسبه لي انا شيء خاطئ. اللي علاش؟ لان الرياضه المدرسيه هي رغم انها رافعه، ولكن حنا راه الهرم مقلوب، لان كنعقل على اساس ان اللي كانوا تيمارسوا في الانديه هما اللي كانوا تيلعبوا في الرياضه المدرسيه. دابا العكس، ولاو دابا الانديه دابا ما كاين، دابا ما كاين حتى حاجه. دابا اشكال. انا بالنسبه لي كنتخلي الرياضه المدرسيه بوحدها تابعه لوزاره التربيه الوطنيه في الاختصاص ديالها، وتخلي وزاره الشباب والرياضه اولى نخرجوا من هذه النمطيه الكلاسيكيه ونخلقوا وزاره الرياضه. لماذا لا وزاره او نجلس على الرياضه؟ علاش او وكاله؟ علاش؟ ولا اجونس؟ داكشي اللي بغيت نقول. عندها ان ستاتيو ديالها، عندها متخصص. مثلا انا ملي كندير الوكاله الوطنيه لمحاربه المنشطات، ما نقدرش ندير وكاله وطنيه وطنيه للرفع من مستوى الرياضه مثلا، او وكاله وطنيه للتسيير وتدبير الرياضي مثلا. هذه غير الهندسه الحكوميه اخطات بشكل كبير، لان بنات التصور ديالها على هذا. واليوم راه كانوا مجموعه الاطور اليوم اللي كانت تابعه للرياضه راه كتعاني اليوم. ما هي خدامه مع وزاره، ما هي كتمارس المهام ديالها، علما ان الاطور ديال وزاره الشيبه والرياضه او الاطور الرياضيه كانت مخرجه من معهد مناشد، المعهد الملكي تكون الاطور. يعني كان معهد متميز وعطانا اطور في المستوى العالي. التكوين ديالهم كان مستوى عالي، لان
يكفيك ان تقول على ان الكور بيداغوجيك اللي عطانا اسماء كبيره، مثلا عطانا شيبا، سعيد، عطانا عموته، عطانا اخوان ديالنا في كرة اليونس تغمي، مجموعه من الاسماء كرة السله، عطانا مجموعه من اسماء في باسكت فيمينين، عطانا مجموعه من الاسماء في العاب القوى، عطانا مجموعه الاسماء في كره القدم، في الهوند، عطانا مجموعه في كره الطائره، في السباحه عطانا مجموعه من الاسماء والاطر قويه، كانت مكونه تكوين كبير. ويكفيك ان تقول عزيز داود، يكفيك تقول حسن حرمه الله، تقدر الاستاذ عوشار، الاستاذ قعاش، يعني ان كور بيداغوجيك اللي كان تيعطينا اطر متميزه في ذاك المجال، كتدخل كتشتغل، يا اما كتشتغل في وزاره او كتحال على مجموعه من الانديه وكتعطينا تكوينات. وهذا اليوم اختلط الحابل بالنابل، ما بقاش عندنا تكوينات، عاد ولينا دخلنا في ذاك الدوامه ديال المهن الرياضيه. اين في غادي ندير لحسن الحظ ان مجموعه من الاطر بدات اللي التحقت بالتعليم الجامعي كتفكر على خلق معاهد رياضيه. وياخذين على سبيل المثال المعهد ديال السطات اللي هو معهد قديم ايدوزاس، ما نهضروش على لي ناس ديال كازا ولا ناس ديال الرباط، وهذا كنهضروا على معهد ديال لا سوميتي سبور ديال قنيطره، وكنهضروا على المعهد ديال فاس. هادو معاهد ثلاثه، راه جاي يمكن معاهد اخرى هي بدايه. نعم. واصبحت نعم سيدي اسمح لي. نعم، دور الدبلوماسيه الرياضيه. اسمح لي هضرت بزاف. لا بالعكس، معلومات قيمه، غير ربما اللي يضيق الوقت خصنا نرجع، باقي عندنا بزاف ديال التعاليق خصنا نقراوهم. مرحبا نصرعوا. دور الدبلوماسيه الرياضيه في قضيه الصحراء المغربيه، هذا محور اخر. هذا محور اخر. انا نعم. باعتقاد بعدا انا كان اضم صوتي صوت المغاربه، لان هذا الملف هذا اللي هو ملف كان عليه اجماع وطني منذ القدم، اجماع وطني على الصحراء، يعني وجزء لا يتجزا من التراب المغربي. وهي كانت قضيه وطنيه، قضيه اجماع، وكان فيها نقاش كبير وصراع وهذا، وكان اضم صوتي صوت المغاربه، وهذا الفرح الكبير لانه جاء القرار ديال 31 اكتوبر ديال القرار ديال مجلس الامن 2797 على 2025، واللي عطانا يعني الاعتماد مشروع الحكم الذاتي كحل واقعي ومجدي تحت السياده المغربيه. هذا في حقيقه في حد ذاته اعطانا صوره جميله على الدبلوماسيه التي تيقودها الملك البلاد، واللي خصنا نربطها بطبيعه الحال بالدبلوماسيه الموازيه. الا هضرنا على الدبلوماسيه الثقافيه في تنظيم المغرب مجموعه المهرجانات واستدعاء مجموعه ديال الفاعلين او ديال الفنانين الافارقه والعالميين واللي كيشوفوا المغرب كيف نوصل وكيفاش دار، سواء في الاقاليم الجنوبيه سواء في الاقاليم الشماليه او الاقاليم الشرقيه. كنشوفوا كذلك الدبلوماسيه الدينيه والعمق ديالها التاريخي وارتباط المغرب بدول جنوب الصحراء. وهنا كنهضروا على العلاقه الاكيده ديال التيار السني ما بين المغرب والدول الافريقيه. وهنا كنعرفوا على ان ايجابيات او قوه المغرب في المجال الصوفي، وارتباط دول جنوب الصحراء بالزاويه التيجانيه والزاويه والفعل والاهميه ديال الزاويه داخل المنظومه الدينيه المغربيه، والدفاع على الوحده الترابيه انذاك، والدفاع على هذا. كنجيو للدبلوماسيه البرلمانيه اللي تيقوم بها البرلمان كرابعه، تنجيو للدبلوماسيه الرياضيه كدبلوماسيه موازيه، وكنشوفوا الدفاع ديال المغرب في هذا المجال، واستقطاب واستضافه مجموعه من محطات القاريه والتظاهرات الرياضيه في هذا المجال هذا. كذلك تسهيل مأمورية على دول جنوب الصحراء اللي ما عندهمش بنية تحتيه تستقر او يعني توازي في التحملات اللي كتدفعوا ديال الكاف. ولكن اهم شيء في هذا الشيء كله، ودعني السي نسيم ان اسمح لي نضيق الوقت، على ان المغرب اشتغل بشكل كبير خصوصا الاتحادات او الجامعات الرياضيه
على ان كانت دائما تدافع على مغربيه الصحراء. نعم. الغريب على ان مجموعه ديال الممثلين في الاتحادات الدوليه مي كانت تكون تتبان لهم شي حاجه بحال هكا يعني تخالف تواجد المغرب، كانوا تيترافعوا. اخرها ترافع ديال الرئيسه ديال سترونج هذا. ولكن اهم شيء هو التصويت على مجموعه من القرارات في الاتحاد الافريقي ديال كره القدم. الشيء الجميل هو انه لا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الافريقي اعتمد التصويت ديال الدول الممثله داخل الامم المتحده، وهذا هو الشيء الايجابي اللي خلى على ان المغرب اكتسب 54 صوت داخل الاتحاد الافريقي كلها تقريبا، او جزء كبير منها كان كيصوت في الامم المتحده على مغربيه الصحراء وعلى اعتماد مشروع الحكم الذاتي. اهم صوره واهم اشاره هو عندما ذهب ناصر بوريطه الى الشيلي وحضر في تتويج المغرب في كاس العالم ديال هذا. انا اعتقد على ان هذيك الاشاره، خلي لي سي نسيم، خلي لي هذا مرحبا، خذ راحتك راه غير التعليق حافظ به، التعليق ديال لا الاستاذ لا الشرافي عاود رجعنا ليه لانه مرحبا، غير تفضل كمل. قلت لك اسيدي المساله المهمه ديال الصوره او القراءه السميئه الى الصوره ديال تتويج المغرب هذا بحضور قجع وحضور بوريطه. هنا يتضح على ان المؤسسه الملكيه وارتباطها بالرياضه وارتباطها بالدبلوماسيه كانت واضحه وجليه، وكانت اشاره على ان المغرب سيحسم ملف الصحراء المغربيه في رداهات الامم المتحده وفي مجلس الامن، بمعنى ان المغرب اعطى اشارات قويه. هذا جميل، ولان اليوم من 2007 والمغرب قدم المشروع ديالو، ولكن التحولات اللي رافقات هذه المساله هذه اعطتنا هذاك التواجد وحقيه المغرب في الترافع على ملف الوحده الترابيه. واليوم تنشوفوا على ان هذا القرار راه كان حاسم، واكثر من ذلك هذا الاحاطه ديال ديمستورا يوم امس كانت احاطه واضحه واتجه نحو الاطراف الاربعه اللي هي الجيريا، الجزائر وموريتانيا وجبهه البوليزاريو، على الجلوس في طاوله المفاوضات، ولكن يقدموا مقترحات ديالهم داخل المشروع ديال الحكم الذاتي اللي قرروا المغرب. وهذا شنو تيعطينا السيناسي باش نختم؟ تيعطينا على ان هذه العداله المجاليه والعداله الرياضيه يجب ان تاخذ على الوزاره مع هذا المستجد ديال الحكم الذاتي اللي تيقودنا الى ما خاتنيش تاويلات ديال الدستوريه الى ربما مستقبلا تعديل دستوري في مجال مساله ديال الحكم. نعم، باش يتادبط مع هذا. واختم ومن هذا النقطه اختم حوار شيق معك سيدي احمد العالمي، الله ولكن يحفظك. غادي تسمح لنا غادي ناخذ شويه من الوقت ديالك باش عندنا هنا بزاف ديال التعليقات غادي نحاول نمروا عليهم بسرعه. عندنا سعيد كوبرزيل عزيز احمد، ما شاء الله، شكرا سيدي سعيد. ايوب محتي، صديق لنا بني ملال، سعيد مرحبا بناس بني بلال. كمتتبع لصفحه السياسه الرياضيه بالمغرب، اشكر القائمين على البرنامج وضيف الحلقه على النقاش القيم حول مستقبل الرياضه الوطنيه. شكرا ايوب محتي. السي عبد اللطيف شرفي، بون كوراج، شكرا الاستاذ القدير ديالنا السي عبد اللطيف شرفي. واحد السؤال هنا ديال ايوب محتي، هل تتوقعون ان تتحول الرياضه الى رافعه اقتصاديه حقيقيه في افق 2035؟ اكيد السي نسيم، اكيد. انا بالنسبه لي بحكم تجربتي الميدانيه في مجال الممارسه الرياضيه وكمدرب ديال كره السله اليوم هذا، ويعني تقريبا واحد المده طويله ديال الممارسه ديال كره السله، تيبان هناك تحول كبير، ماشي في كره السله بطبيعه الحال، هناك تحول كبير على مستوى الرياضه، على مستوى البنيه التحتيه. اليوم بنيه تحتيه محترمه، تصور ديال الدوله على انها تستثمر في هذا المجال هذا وتحقق به واحد ليكونومي دو بروكسيميتي، خصوصا على ان مثلا العاب عفوا على اساس
كاس افريقيا ولا كاس العالم غادي يكون في مناطق متفرقه. فهذه المناطق تعرف واحد الحركيه اقتصاديه رغم انه مده كاين قصيره. واحد الاشكال في هذه المساله ديال توزيع حتى المدن. واحد الوقيته خلق واحد الجدل، قال لك علاش تم التركيز على 4 مدن، وخصوصا ان الرباط تحتضن 4 ديال الملاعب. كاس افريقيا كاس افريقيا هو راه دابا هو انه الرباط راه فيها دابا تقريبا واحد 4 ديال الملاعب مزيانه. كتخدم شروط يعني الشروط ديالها توازي دفتر التحملات هي كاين اللي تيقول زعما علاش غنديروا الرباط 4؟ ممكن نديروا غير الرباط واحد، ونديروا واحد مثلا في جديده، واحد في وجده، واحد في زاكوره، باش هكا يستافدوا حتى انا ما عرفتش لان دابا هاد البنيه التحتيه الرياضيه غتسلم للاتحاد الافريقي باش هو اللي غادي يسير الى حين انتهاء هذا. وراه اليوم الملحق الافريقي اللي غيكون من 13 ل 16 غيكون في ملعب بارد وملعب موي حسن. نعم غادي ديال ملعب البريد وملعب البريد وملعب موي حسن اللي غيتفتحوا في ضوء هذا الملحق الافريقي باش يحسموا الملحق اللي غيأهل كاس العالم. نعم غيلعبوا. دونك انا بالنسبه لي الطفره نوعيه، لان مثلا اليوم راه مدينه الرباط اون شونتي، كازا اون شونتي، اكادير اون شونتي، مراكش اون شونتي. يعني المدن اللي غتحتضن كاس العالم راه في اطار التحول. بالنسبه لي اليوم هاد الحركه الدؤوبه الاقتصاديه هي البنيه التحتيه الرياضيه واستضافه هذا بالنسبه لي غادي تكون مفيده. علاش؟ لان الناس تملك واحد ليكونومي دو بروكسيميتي، واحد الحركه اقتصاديه يعني محليه وترابيه ثم حتى وطنيه، على اساس انه اليوم غتولي عندنا راه اليوم راه دخلنا تقريبا مجموعه ديال الحافلات اللي تكون نعم تتمشي. حافلات ديال النقل الحضري راه دخلات. السكك الحديديه، وهذا الشيء ديال مشروع ديال التي جي في اليوم الرباط الدار البيضاء الرباط طنجه عفوا الدار البيضاء طنجه خلق واحد اريحيه كبيره. الناس اللي كيستعملوا القطار الناس كتحطوا مويده كتمشي القطار. التي جي في اللي كان كلشي تيقول لك ما نديروش. ولات الطرق السياره ولات غادا كتوسع. الطرق يعني الوطنيه راه غادا الى خدينا باش الشريط الساحلي اليوم من قنيطره دزت ديك المره من قنيطره الى تقريبا حتى المحمديه كله شريط ساحلي. في الطريق الساحليه كلها متميزه. هذا واحد. كاين حقيقه كاين مشاكل بعض المناطق اللي هي مناطق معزوله. صحيح. نتمنى غير بحال هذه المشاريع هذا انها تعمم على جميع المناطق معزوله صراحه. كاين مناطق معزوله اللي نعم. ما فيهاش صاحب الجلاله باش ما تكونش عندنا هذه المساله ديال المغرب بسرعه، الرباط وكذا بسرعه حتى تصريح ديال صاحب الميزانيه رجل الميزانيه في البرلمان هضر ان المغرب خصو يكون من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. بمعنى ان هذه الحركه راه كاينه. هذه الحركه دابا تنهضر على المجال الحضري بعدا، ثم سكك الحديديه، ثم مساله ديال 5 جي. اليوم راه طلقات 5 جي، وطلقات 5 جي غادي يمشي بتدريج مدن رئيسيه بعد غتعمم. وحنا راه تنشوفوا على ان راه انا كنت في واحد القافله تضامنيه في 2019 في تيزنتاس. يعني في تيزنتاس جات في ولاد بالرحيل في مناطق نواحي تارودانت، نواحي اكزاكتومون نواحي تارودانت. كاين تارودانت ولاد بالرحيل كتمشي هذا بحال اللي راجع لمراكش، بحال اللي راجع لتينمل. داكشي تما كان الناس خدامه باليوتيوب بالكاتر جي كتوصل لهم. يعني المهم حنا راه ما نقدرش نقولوا العام زين، ولكن كاين تحسن. وهذا اكيد على انه غيخلق واحد الحركيه. كاين مساله اخرى مهمه. افق 2030 هناك نقاش حول احتضان الرباط للالعاب الاولمبيه. نقاش واخا هو صعب لان خصك قريه اولمبيه. المجال يعني لو ميتراج خصو يكون كبير، قريه اولمبيه وهذا. وكاين تخوف لعدم نجاح لان التجربه ديال 2004 ديال اليونان كتشوف على ان القريه الاولمبيه اليوم فيها مشاكل. ولكن كاين هذا النقاش. كاين عموما كاينه حركيه، وهذا الشيء غيخدم يعني غادي يوسع العرض السياحي في المغرب. توسعه المطارات، لان هذه غير بدون كاس افريقيا. واحد الوقيته مدينه مراكش مع دخول بعض لي كومباني اغيان دخلوا للمغرب كيتمادوا، راه ولات الطاقه الاستيعابيه ديال مراكش المناره ما بقاش هذا. دونك راه توسعوا المطار ديال الدار البيضاء باش يولي كيهز وتولي عنده حتى هو فيه ديناميه. مطار ديال طونجي. دونك كاين هذا النقاش حول اعاده النظر في مجموعه من البنيه التحتيه الاساسيه
اللي تخلي على الناس ان تخلق فرص شغل. اليوم المغرب راه ولا تيدير غادي يصنع يعني الكابلات ديال الطياره ولا موتور وانسي دي سويت. وهذا دونك هادشي كله باش كيجي، باش نكونوا فاهمين، كيجي بالثقه اللي المغرب كيحظى بها داخل المشهد العالمي والمشهد الافريقي. اليوم كل الدول الناميه او الدول القوى العظمى الا بغات انفيستي في لافريك كتجي اترافير لو ماروك. المغرب غادي يولي تيدير، المغرب راه عنده نموذج تنموي اللي مشى من هذا، والمغرب هناك نقاش اكثر من ذلك على ان المغرب يقدر يندمج يدخل الاتحاد الاوروبي. راه هذا نقاش كاين، لان مي غدير لو بون، ما بين المغرب واسبانيا، غتولي طريق عندك، وعندك الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي. الانسان خصو يرجع للمسائل. والمغرب حليف استراتيجي مع حلف الناتو، عنده بوزيسيون دو بريفيليج مع الناتو. دونك هادو اشياء يجب الانسان. اللي تفكرت في هذه اللحظه هذه سيدي احمد هو فاش كان ايرفي رونار مدرب ديال المنتخب قال لهم راه المغرب راه دوله اوروبيه تقع في افريقيا. اكزاكتومون. راه دابا حنا اليوم شوف، زعما لا اخفيك سرا السي نسيم، بحكم يعني التحرك ديالي عبر القطار في هذا هو ديال لي كروندي ديال مراكش فاس، راه واحد الحركه ديال السياح خطيره جدا. حنا ولينا تنشوفوا حتى الهنود كاين هنايا، وكنا نشوفوا قلال الهنود في المغرب. اليوم مع التطور الصناعي والاتفاقيات الصناعيه ديال المغرب مع الهند ولينا كنشوفوا الهند هنايا الدار البيضاء عامره بالصينيين. علاش؟ لان كانت اتفاقيات كبيره ديال هذا. المغرب اليوم الصين الا ما صوت الا ما رفعش ما رفعتش يديها، ما دارش حق الفيتو، راه هناك عندها مصالح كبيره مع المغرب. لان المغرب طريق الحزام والحرير راه المغرب واحد واحد النقطه ايجابيه بالنسبه للصين في اطار الاستثمارات ديال اللي غتكون. الا قلنا على ان روسيا ديال قنيطره مراكش ربما راه واحد الجانب فيه كتعلق كاينه فيه شركات صينيه. اكزاكتومون الاوفشورينغ اللي كاين في قنيطره على ما اظن. اييه لا زون. كاينه مساله اخرى، الا ما استعملاتش روسيا اليوم حق الفيتو، راه هناك مصالح مشتركه. راه المغرب موقع اتفاقيه مع روسيا ديال الاحتياطي ديال الاسمده اللي كتستعمل في صناعه الاغذيه، بان روسيا عندها ليكسكلوزيفيتي. دونك هادو مسائل، هادو من اشياء استراتيجيه يجب على المواطن المغربي ان يفهمها ويستوعبها. راه اليوم الى كنناقشوا مثلا كنناقشوا السميك، راه المغرب تيشوف على انه رفع السميك الى 3000 درهم و9000 درهم، بمعنى انك غادي تولي مثلا نتايا قوه صناعيه واقتصاديه تضاهي الدول العظمى. اليوم الى شفنا يعني تقديم اسبانيا والبرتغال من مشترك مع المغرب في كاس العالم، علاش؟ لانه المغرب اصبح شريكا موثوقا لدى الاتحاد الاوروبي ولدى الدول اللي تتعامل معها. شريك موثوق بمعنى انه لا اتفق معك تيقوم ذاك المغادير. حنا ما تنكروش لان هناك ارهاصات، هناك اشكاليات اجتماعيه، هناك اشكاليات سياسيه، ولكن يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان المغرب هكا. اذا باش نرجعوا للتساؤل ديال السيد ديالنا، انا بالنسبه لي غتكون رافعه اقتصاديه وفوق كاينه، لانه انا في اعتقادي الشخصي هذا النجاح اللي حققه المغرب في مجموعه ديال المحطات، بالاضافه الى قضيه الصحراء المغربيه، بالنسبه لي لان المغرب والرؤيه ديال الملك البيض هي رؤيه صائبه، وغدا النجاح ديالها لان خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان الرؤيه الملكيه هي كانت رؤيه ثاقبه. ماشي انا هنا ملي كنهضر على المساله كنهضر على رئيس الدوله في مهامه الدستوريه، لان ملي تربطوا الملك راه عنده اليوم في لا كونستيتيون دو كاسكيت. كاينه لا كاسكيت ديال لو كوموندون دو كرويون امير المؤمنين، وعنده لا كاسكيت ديال رئيس الدوله، بمعنى ان هذيك العلاقه الدستوريه بين المؤسسات، المؤسسه الملكيه والبرلمان والحكومه او السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والمؤسسه الملكيه، هذيك العلاقه ديالهم والتوافق والعمل المشترك في اطار فصل الصولات تتبان واضحه في هذه الاستراتيجيه اللي غادي بها المغرب. نعم.
الأستاذ خالد بعقة: يجب إبعاد الرياضة عن وزارة التربية الوطنية لتكون هناك استقلالية القرار. آه، السي خالد كنظن على انه رايه يحترم ويؤخذ به، غير هو استقلاليه القرار اللي فيه النقاش، لان القرار مرتبط بالفعل العمومي، والفعل العمومي مرتبط بالسياسه العموميه، بمعنى ان هذا القرار هو عنده واحد تراتبيه قانونيه يتفرضوها، يعني ماشي حنا درناها، دارها الدستور وداروها القوانين الانظمه القوانين التنظيميه، القوانين العاديه، ودات القرارات. يعني كان واحد التراتبيه ان استقلاليه القرار لا يمكن ان تؤخذ ان يكون هناك قرار او قرار رياضي مستقل دون ان يكون هناك مرجعيه دستوريه ومرجعيه قانونيه ومرجعيه حكوميه. هذا هو الاشكال فين كاين. لا يمكن عزل الرياضه عن التدبير العمومي اللي هو التدبير ديال الحكومه وديال البرلمان وديال المؤسسه الدستوريه. نعم. انا في اعتقادي الشخصي انا كنوافقوا على ابعاد الرياضه على المديريه. نعم. محمد علي: تحية طيبة سيدي نسيب دارك منور. شكرا جزيلا محمد علي. أجانا هاف: السلام عليكم، تحية علي للأستاذ نسيم ولضيفه الكريم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. آه، متر محمد بالمحي: منذ دستور اياه 2011 الرياضة المغربية أصبحت حقا من حقوق الإنسان ومن مهام المرفق العام. الرياضة المغربية منذ ذلك التاريخ حققت قفزة نوعية ونجاحات كبيرة، ومع ذلك هناك أوراش وجب إعادة النظر فيها لتقوية الاستراتيجية الوطنية الرياضية، ومنها مثلا اعتماد الرياضة في السياسات العمومية فعليا، سيما وأن الرياضة حققت الكثير. لا استاذ تحيه الاستاذ تحية الأستاذ محمد بالمحي. بالمحي، استاذنا الكبير، وهو رئيس جامعه الدراجات الهوائيه، وعضو في الاتحاد الدولي، ومن الناس اللي تيترافعوا على الرياضه المغربيه سواء على المستوى السياسي او على المستوى الرياضي وحتى على المستوى الحقوقي، وعنده تجربه كبيره في المجال، وهو عضو ديال اللجنه الاولمبيه وعنده تجربه. فهذا التعليق ديالو هو نابع من تجربته الكبيره في المجال، وهذا الا ان اليوم كما قال خص اعاده النظر، فهو راه سطر عليها. يعني وجب اعاده النظر في الاوراش اللي مرتبطه باستراتيجيه وطن الرياضه. اعتماد الرياضه في السياسات العموميه حقيقي، لانه راه اشار واحد المساله مهمه جدا. السياسه قطاعيه، ولكن اعتماد الرياضه في السياسه العموميه هنا راه يؤكد ما قلته. يعني الرياضه تدخل السياسات العموميه، ما تبقاش محصوره غير في البرلمان وفي هذا. لا، خص اشراك باقي الفاعلين من جماعات، من مجتمع مدني، باش تعطي التصور الرياضي ديالو اهل الاختصاص، وحتى الاختصاص يجب اشتراكهم باش نعطيو تصور كامل للنهوض بالرياضه. نعم. عندنا هنا الأستاذ تعليق آخر ديال الأستاذ أيوب محتي: هل السياسات الرياضية في المغرب تعطي اهتماما كبيرا فقط لكرة القدم؟ وراه أعتقد دابا أنه راه تفضل. دابا السياسه، دابا راه حنا تنهضروا على السياسه الرياضيه وكنهضروا على السياسه الكرويه. راه السياسه نعم. الكرويه مختلفه دابا. هي ضمنيا كاينه في السياسه الرياضيه، باينة. نعم. لا بوليتيك فوتباليستيك كاينه في لي بوليتيك سبورتيف، ولكن الفرق فين كاين؟ الفرق فين كاين هو ان دابا اللي مكلف بالكره، عنده اون فيزيون. اول حاجه كاينه الرؤيه الملكيه، لان كانت واضحه، وكاينه ليكزيكسيون ديال رئيس الجامعه. رئيس الجامعه يبرر السياسه المتفق عليها بين ملك البلاد والفعاليات اللي هي تنقولوا حنا لي زاكتور ديريكت، يعني الفاعلين المباشرين داخل المنظومه. هاد ليكزيكسيون شنو فيها؟ هنا فين كان الفرق. ليكزيكسيون او التنفيذ بطريقه عقلانيه، فيها الحكامه وفيها التدبير المشترك. بمعنى
اجهزه، كاين ان اورغانيغرام في في هذا هنا وهنا كاين اشكاليه. مزيان، هنا نهضروا على الرياضه، على الجامعه اللي كتقوم هذا، كنهضروا على المنتخبات اتونسيون وعلى الاكاديميه. مزيان، انا هذا باش نفسروا هذه المساله هذه. راه السياسه الكرويه كاينه في المنتخبات وكاينه في الاكاديمي. نعم، راه يعني الانديه مازالت القاعده. الانديه الرياضه عندها مشكل. نعم، والدليل البطوله الوطنيه عندنا راه تقدر تلعب البطولات، تلعب تشوف غير البطوله، ماتش ديال كره القدم راه صعيب تكملوا. انا تفاجات ثلاثه اللاعبين داو تيتر مونديال وجاو لعبوا مع توارقه مع شي فرقه بحال ما عمرهم لعبوا كره. تفاجات فيهم، بمعنى ان كان في واحد الكليمه، وجبتي واحد الكليمه وحده ان اوتر كليمه. يعني هنا كتبدا المهام المدرب على انه يعاود يخليه في ذاك. اذا اليوم حنا عندنا سياسه كرويه في الجامعه وفي المنتخبات على مستوى المنتخبات، ولكن راه باقي الفرق عندهم اشكاليه حقيقيه، رغم ان دابا بعض الانديه تحولت الى الشركه، مثلا الفتح، مثلا جودينا لو غاجا، بعد الاعمال الاجتماعيه داك الشيء، الماس شي دو سويت. ولكن راه حنا مازال عندنا مشكل. راه حنا عندنا مدرب مشى في 2025 عندنا مدرب مشى لواحد الفريق ديال واحد الفريق الوطن الوطني، دا لهم الويسي جي سي، دا لهم مفوض قضائي، قال لهم كيفاش دريتوا عليا باقي ما خصو تعطيني فلوس العقد. راه حنا في 2025 يعني ديجي كاس العالم ديال الشباب وتكاسي كاطريان، وعندك مدرب مازال عندك مشكل ديال اللي تيجي كاع ما عمره غيسالي. عندك مشكل اخر مازال ما خلقتيش في الرياضه، في الرياضه تجاوز لليتيج. باقي عندك ليتيج، كتولي مضطره الجامعه على انها ما تقطعهم المنحه المخصصه وهذا كيجي لاعب اجنبي كيدعيك عند الاتحاد الدولي. عندك مشكل ديال الفئات الصغرى، ان هذاك اللاعب وصل 17 عام مستوى عالي ما كتبغيش تدخلو في ليكيب بروميي، ما كتدمجوش وكتضيف واحد اخر. عندك اشكاليه واحده اخرى اساسيه في المهن الرياضيه، مثلا كتلقى بريباراتور فيزيك، عندك مشكل في البريباراتور مونتال، باقي ما وصلناش لهاد الثقافه هذه. عندك صحاب ديكوباج فيديو، عندك هذا، ولكن بعض المهن ما كايناش. عندك باقي الفئات العمريه كتلقى له ستاف ما كاينش، كتلقى مدرب فيه كلشي، فيه بريباراتور فيزيك، فيه الاكاديميات مازال ما وصلش لواحد المستوى. يلا بعض الفرق دابا كتلعب في الشامبيونا عندها تعاقدات مع اكاديميه محمد السادس، باقي ما قدرتش تخلق اكاديميه ديالها. كاين هذاك البروغرام ديال لو سي بي مع طاقه الامارات على ان الاستثمار في الاكاديميات وهذه. عندك مشكل في كره القدم النسويه. عندك عاوتاني اشكاليه في كره القدم فوتسال. الى حيدنا ليكيب ناسيونال كنلقى البطوله انا ما نتبعهاش، ولكن تيبان على انه هناك ارهاصات. اذا كلها مجموعه ديال التحديات كتقول على ان السياسه الكرويه كاينه على مستوى الجامعه وعلى مستوى الاكاديميه وعلى مستوى المنتخبات، ولكن باقي في نفس الوقت الاستاذ عبد اللطيف الشرافي، الا ترى تحيه أن السياسة الرياضية بالمغرب هي سياسة الجامعة الرياضية في غياب ما يوحد الرؤية والرسالة الخاصة بالرياضة الوطنية، وأن غياب إحداث للجنة وطنية أو مجلس وطني يوحد المجال الرياضي عوض البلقانة الحالية للمجال من خلال برامج عمل الجامعات الرياضية دون الحديث عن المتدخلين الآخرين في المجال الرياضي: تربية بدنية ورياضية، الرياضة المدرسية، رياضة للجميع، رياضة التباري، رياضة النخبة والمستوى العالي. تحياتي أستاذ الشرافي. أستاذ الشرافي، يعني الضيف ديالكم ديال الحصة الماضية. نعم أستاذ الشرافي راه تبارك الله قامة علمية ورياضية، بناء على تجربة كبيرة. تجربة كبيرة، راه تبارك الله واحد المسار مهني كبير، مرجع خصوصا على مستوى التجربه ديالو، سواء على مستوى التفتيش ولا على مستوى التدبير رياضه مدرسيه. نعم. من داخل المديريه او من داخل الجامعه الوطنيه للرياضه المدرسيه، لانه جروند اكسبيريونس. واعطاك واحد كلمه خطيره جدا: البلقانه. هذا مصطلح سياسي. البلقانه بمعنى ان بحال كتقول تشتت، كتبلقن انت المجال. وهذا راه عنده الصح، لان الجامعات الرياضيه كلها كل يغني على ليلاه ولا هواه. نعم. وراه الى غيزون والبلقانه هنا تيطالب في حقيقه بمجلس وطني او لا، وهنا هضرنا عليها بطبيعه الحال.
واعاده النظر واعاده النظر اعاده النظر في البرامج. لان اليوم حنا كنشوفوا كاين دو تيب دو بروغرام. كاين عقد برنامج وكاين عقد اهداف. وحنا هذا كيحيني شويه نرجع للور في داك التعاقد، داك الكونترا بروغرام اللي كانت مع حكومه جدو في 2003 دارها مع 3 ديسيبلين، مع الفوت وقلاء العاب قوى والتنس. هذاك العقد برنامج ما تسايرش، ما مشاش في الشكل اللي كنا عوالين عليه غادي يمشي. هنا بطبيعه الحال خصنا نشوفوا نحددوا الموقف ديال واش بغينا نديروا عقد برنامج ولا نديروا عقد اهداف. انا في اعتقادي الشخصي عقد اهداف افضل بكثير، لان عقد برنامج تجي في الوزاره كدير لي فارياسيون مع الجامعات، واش درتي هذا البرنامج، درتي هذه كنقول صافي سي بون راه هذا. ولكن عقد اهداف لا، تندير برنامج، كندير تعاقد مع الجامعات وكندير برنامج محدد في اهداف. راه على ضوء ديك الاهداف يا اما غنأوغمونطي لك المنحه ولا هي غنقص منها ولا غنقص لك منها. بمعنى اخر انني خصني نمشي وهذاك درتي اخويا غتشارك اياه الطاقم لان هذا علما ان الجهه الاولمبيه راه كتعطي واحد الدعم، لان راه الاعتمادات المرصوده اليوم من الجهه الاولمبيه للجامعات الرياضيه اللي هي كتلعب في الالعاب الاولمبيه راه ميزانيه مهمه جدا. اذا اليوم الا درنا هذا الطرح ديال الاستاذ الشرافي، لجنه وطنيه او مجلس وطني او وكاله، غنحاربوا بطبيعه الحال بالقناه وغنوحدوا استراتيجيه مع باقي الجامعات، على اعتبار ان كره القدم هي عندها استراتيجيه ديالها بوحدها، ولكن باقي الرياضات غادي نوحدوا التصور ديالهم، غنوحدوا العمل ديالهم، وغادي نجمعوا حتى هاد التربيه البدنيه وهاد لو سبور سكولير وهاد سبور بور توس وهاد لو سبور دو كومبيتيسيون وهاد لو سبور ديليت ولو هو نيفو. دونك كلهم غنوحدوهم استراتيجيه واحده. لان اليوم هنا راه السي شرف يهضر على التربيه البدنيه والرياضه، la préparation physique, le sport, le sport scolaire, sport pour tous, sport de compétition et sport d'élite le haut niveau. Donc هادو كاملين الا جمعناهم نجمعوا في استراتيجيه واحده وغنحققوا داك الشيء اللي بغينا. ما نبقاوش تايهين وما نبقاش كل جماعه خدامه بوحدها. نعم. باش نسرعوا سيدي احمد، عندنا حيت عندنا العشرات ديال التعاليق. ياك ما عندك ضيق الوقت؟ لا نبقى حنا مع المتتبعين حتى يساليو. مرحبا. واحد التعليق هنايا، السي خالد حشلافي: الجمعيات الرياضيه التي تشتغل في مجال التأطير الكروي للفئات الصغرى اصبحت مجبره بقوه القانون الحصول على الاعتماد من طرف العصب الجهويه لكره القدم للاستفاده من الدعم المالي والمنشآت الرياضيه للجماعات الترابيه. وراه هذا راه قرار، هذا واحد القرار، واحد الدوريه صدرت وزاره الداخليه مؤخرا على ان ما تبقاش تعطي الترخيص بعدا الكيتوش، ما تبقاش تعطي الجمعيات الرياضيه ديال الاحياء، ما غاتبقاش. وهاد الجمعيات الرياضيه الى وفي حاله اذا اللي هي الان ممارسه وعندها الوصف النهائي غتخضع لواحد التقييم من طرف العصب الجهويه اللي عندها طبيعه الحال لجان متخصصه بذلك. وهي في حق هي راه مستوى مساله مهمه جدا. علاش؟ لانه غادي اول حاجه غتكون مراقبه وستركتوري، وكاين لي داتا اغ لي ديريكتور تكنيك ريجيونو غادي يوليو تيتابعوا هاد الجمعيات اللي هي كتشتغل. وهاد الجمعيات راه هي حاضنه بحال انا كوباتور، حاضنه لذاك الدراري اللي تكون تيلعبوا، غتسهل حتى على مستوى التنقيب، غتسهل عليهم حتى على مستوى التنقيب لا ديتيكسيون شي جامعه ويب غتسهل عليهم. لان الا لاحظنا واحد اللاعب راه واحد اللاعب مع ليكيب ناسيونال ديال يو 20 راه جاي من ايت بوغماس. وي من ايت بوغماس جابوا واحد البحراوي على ما اعتقد. البحراوي اللاعب البحراوي، ولكن حسب التسريبات. اذا هذا العصب الجهوي، لان اليوم في اطار العلاقه ما بين الجامعات المحليه والمجالس الجهويه في علاقتها مع الجامعه والعصاب، راه ولا الدعم اللي كيمشي للانديه ولا كيدور كيدوز عن طريق الجامعات والعصاب. فبالتالي هذه الجمعيات الاستركتورات تولي عندها مساله مزيانه تستعد من الدعم وتستعد حتى من ناحيه خالد باقي: يجب محاربه البيروقراطيه الرياضيه لانجاح الحوز الرياضي المغربي وفي مختلف الرياضات العالميه لرفع العالم المغربي الذي هو جزء من الدبلوماسيه الخارجيه التي تعمل في انجاح باقي المخطط التنموي منها السياحه.
اكيد تماما. صحيح. السي اكيد خالد اكيد باعقة. اكيد 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 تعليق مليح. عندنا هنا بدر الدين بالمليح، حوار جيد، شكرا صديق السي صديق بدر صديق، الدين. شكرا سي بدر الدين، شكرا جزيلا. هذا الصديق ديالي من مدينه مرحبا الرباط، بالسي بدر الدين. يتابعني وعضو وفاعل جمعوي، فاعل تحية له. جمعوي معنا في المكتب ديال الجمعيه ديال الحي المحيط غابه اوسيون كلوب. كنشكروا من هذا المنبر هذا. شكرا بدر الدين. عندنا علي أسمان، السلام عليكم وتحية رياضية للسي العالمي. أولا، الرياضة للجميع وبدون تمييز، ولكن يجب تقنين الجمعيات الرياضية والمدارس الكروية. نلاحظ أن هناك فوضى عارمة للجمعيات الرياضية. تحيه نعم. خاصه للسي علي، والسي علي بالمناسبه فهو اطار واشتغل في كره، اشتغل في كره الطائره وعنده تجربه كبيره في المجال، واليوم راه حاصل حتى على عنده دبلومات على ما اعتقد في كره القدم داخل القاعه. عنده اون غروند اكسبيريونس، وكنشكروا على المتابعه ديالو بعدا والتحيه ديالو. علي. وعنده الصح، راه هذا الكومونتير ديالو راه نابع من التجربه ديالو في المجال. نعم. لبيب راشدي، بالنظر إلى الدستور المغربي 2011 صار بالإمكان الحديث عن السياسة الرياضية وعن البرامج الوطنية لتوطين الرياضة وتتبعها كما هو الحال بالنسبة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. بالنسبة للسياسة الرياضية المدرسية فلا زالت مبتدئة جدا إذا لم نؤسس استمرارها في الجامعة وما بعدها. خويا تماما سي لبيب. نسيم، للامانه نعم. هناك مجموعه ديال الاتفاقيات وقعتهم الجامعه الوطنيه للرياضه المدرسيه عن طريق الرئيس ديالها مع مجموعه ديال الجامعات وفي مجموعه ديال الرياضات، على اساس ان يكون استفاده مشتركه. يعني نعم، شراكات. تكون شراكه استفاده هذا، نعم. كيشتغلوا حتى ولكن على برامج خرجوا دراسه، مشاكل عاوتاني اللي ما خلاش. وكيشتغلوا على برامج دراسه ورياضه. ولكن عندنا الاشكاليه حنا دابا حنا مهم. اشكاليه فين عندنا اشكاليه في المؤسسات العموميه. تنهضروا على المدرسه العموميه، لان المدرسه الخصوصيه ما عندهاش هذه الفضاءات الرياضيه باش نتفاهموا. ولا كتكري. ولكن المدرسه العموميه اليوم راه عندنا اشكاليه، خصوصا داخل المجال الحضاري. راه كنشوف كنشوف على ان مجموعه ديال الوحدات التعليميه ولات كتمسح، كتحيد، ما كتبقاش، او كتستغل في اشياء اخرى. فبالتالي الى بغينا تكون الرياضه المدرسيه رافعه مهمه، خصنا نحافظوا على المدرسه العموميه. كيخص الوزاره وصيه تنهج مقاربه مغايره اللي كان اليوم، لان اليوم راه تقريبا لا بليبار تيمشي للمدرسه الخصوصيه، التعليم الخصوصي، وكيبقى التعليم العمومي فيه اشكاليه. اذا اليوم خصنا المقاربه تغير، واذا بغينا الرياضه المدرسيه تمشي بالشكل اللي كانت فيه، وانه خلق فضاءات رياضيه داخل مؤسسات عموميه تكون اون ريفيرونس. واليوم راه نعم. كنشوفوا على بعض المؤسسات العموميه كدير واحد تدير بعض الملاعب ديال القرب بالغازون ارتيفيسيال والتيغان وهذا واللي كتكون هي تابعه للمدرسه، وكتستغل حتى على المستوى الخارجي في اطار الشراكه بين المجالس المحليه هذا، او في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا كاين اشكال اخر اللي في حقيقه يؤسف له، هو هذه الشركه ديال سونارجيس اللي كتدبر منشات رياضيه، راه خلقه اشكاليه. لان ما يمكنش اليوم كتولي كتدخل واحد المرفق عمومي رياضي كتخلص عليه وعندك ميزانيه كتقطع الشركه. اليوم راه وقيلا كنعتقد على ان الولاة بداو كيفكروا في منهجيه جديده، وعلى انه اعاده النظر في التسيير ديال المنشات الرياضيه ذات الاستقطاب المفتوح. نعم. انا راه كنحاول دابا غير ننتقي بعض التعاليق لشي حوايج اللي ما تطرقناش ليهم، اما باش ندوزهم ربما راه كثير بزاف التعاليق. حفيظ الحميدي، تحيه للسي حفيظ. نقاش سياسي رياضي هادف، وجهه نظري خاص سياسه رياضيه مبنيه من القاعده كوجهه استثماريه لا كمجرد هوايه. وراه اكيد، تماما سي. اكيد لان راه اليوم الا بغينا نمشيو من الهوايه للاحتراف راه حنا غاديين فيه بشكل او باخر راه حنا غاديين ليه بشكل او باخر. علاش؟ لان اليوم راه ولات مجموعه ديال الانشطه الرياضيه، بعض الانواع الرياضيه راه ولا بدا تيلعب الرياضه بوحدها، ما بقاش يشتغل، يعني ولا بروفيسيونيل. دونك حنا واخا رغم انه راه ولا لو جوور في مجموعه ديال الرياضات كيدير كونطرا، خصوصا هادو اللي الانواع الرياضيه اللي قريب منهم انا راه ولاو فيهم دي كونطرا اللي كتجدوا كل سنه، بمعنى ان اللعاب ولا بقاش يشتغلوا كيدير الرياضه ولا محترف. فبالتالي حنا داخل الاحتراف. اذا اليوم باش نستثمروا
وتستمر تكون هذه الاستمراريه وهذه الاستدامه، كخصنا نرجعوا للقاعده، نشتغلوا على القاعده ونأهلوا. راه كاينه في استراتيجيه، هو التنقيب على المواهب واعاده الصقل ديال هذه الامكانيات ديالها باش تولي محترفه. نعم. محمد علي، سؤال من فضلكم: ما الأسباب وراء تراجع الإنجازات الرياضية في رياضة التنس، وما هي الحلول المقترحة للنهوض بهذه الرياضة؟ وشكرا جزيلا. تحياتي محمد علي. فاسيلمون سي ما يمكنلكش تكون عندك دو كاسكيت، ديريكتور ديال واحد الشركه اعلاميه مع نعم. ديريكتور ديال الفيدراسيون. هذا دابا صحيح. دو الرياضه ملي كانت يسير السمجيد، راه كانت النيفو ديالها طالع بمركب واحد ديال الامل ديال التنس اللي كانت كدير فيه. هذا راه كانت غاده. اليوم البنيه التحتيه ديال التنس راه كاينه، ماشي ما كايناش، ولكن خص مقاربه واحده اخرى مغايره. راه بحال اللي وقع في العاب القوى، خص مقاربه جديده، اعاده تاهيل القطاع الرياضي بدي ليدر بقاده اللي كيمكن لهم يسيروا هذه المساله ديال الرياضه. نعم. الأستاذ زيد بوعرفة: الاستثمار في العنصر البشري هو توزيع ميزانية الرياضة بالعدل على جميع الجامعات الملكية الرياضية المغربية. تحيات أستاذ زيد بوعرفة. نعم. سي بوعرفه هضر على توزيع الميزانيه الرياضيه بالعدل، ولكن راه انا في اعتقادي الشخصي انا تنشوف شنو كاين. راه خص العمل يكون حتى هو، راه شكون كيجيب الفلوس؟ راه العمل. راه خصك تحقق انجازات باش تاخذ الفلوس وتجيب مستشيرين، لان دابا ما يمكنش حنا مثلا نقارنوا نوع رياضي مع كره القدم. كره القدم فيها هي مقاربه دوليه، فيها مستشيرين كبار. نعم. يعني رضا رافعي: مع دموع رشيد، سعيد شباع متسكتي وكرة القدم، مصطفى شيبا هشام دغمي كرة السلة. تحية السي رضا. السي رضا عنده الصح، راه هادو اسماء اللي جبتهم مع المناشد. شكرا لك السي رضا من هذه التحيه رضا الخاصه. الروق عبد الله: هل فعلا الرؤية السياسية الرياضية للمغرب ستساهم في تطوير الدولة اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا ما بعد سنة 2030؟ هضرنا عليها طرقنا لهذه المسألة هذه. تبارك الله على أستاذنا الفاضل العلمي رضا رافعي. الحسين عبدي: بكل صراحة السياسة الرياضية المغربية بدأت تعطي أكلها على مستوى تنمية البنية التحتية الوطنية وبناء الموارد البشرية كذلك باللاعبين وأطر، لكن نسجل غياب العدالة المجالية في هذا الإطار. هضرنا على ليكيتي تيريتوريال اكزاكتومون، تماما. هضرنا عليها اعاده النظر في جغرافيه الممارسه الرياضيه. تماما. شكرا للأستاذ دسيق، وشكرا لاختيار ضيوف متميزين. شكرا لك الأستاذ لحبيب راشدي. عندك تنسى السؤال ديالي السي نسيم. مرحبا سي حفيظ، ربما راه تطرقنا ليه. تحياتي السي نسيم العلمي ولد عائله. شكرا الاستاذ نسيم على التقدير. شكرا لكم جميعا المتتبعين. ربما غادي نشوفوا شي تعليق. اللي الاحتراف يبدا من القاعده. واحد السؤال مهم هنايا عالي أسمان: الاحتراف يبدا من القاعده، اي من العصب والانديه، وليس ابتداء من المنتخبات. تماما صحيح. انا غادي انا السي علي متفق معاه، ولكن غنقلب معاه. نبداو من الانديه، عنده جوج العصبه، لان العصبه كتكون من الانديه. هذا هو انا هذا رايي، لان الانديه هي الاولى كتكون، عاد كنكونوا عصب، لان في القانون 309 في انتخابات ديال العصبه كتكون الانديه، على اعتبار ان الانديه ملي كتدخل الجامعه تتصوت على المكتب الجامعي او المكتب الفيدرالي، وعاد من تما تيديروا على حسب التقسيم اللي دايره الجامعات الرياضيه تتكون العصب من المجال الترابي ديال العصبه. وعنده الصح، راه الا ريزون سي علي، راه تصوروا في محله. القاعده كتبدا من الانديه والعصب. تماما. مشكل الحكامه في الميزانيه. صحيح، هذا الشيء تطرقنا ليه. ابو زياد: هل السياسه الرياضيه الحاليه قادره على الانتقال من الانجازات الفرديه والشخصيه الى بناء منظومه رياضيه متكامله؟ ربما هذه المساله كذلك هضرنا عليها. راه هضرنا عليها، لان الانجاز مثلا الانجاز ديال لو فوت راه انجاز جماعي، ماشي فردي، على اساس ان هي منها.
رضا رافع البلقنة: السياسة ظهر هذا المصطلح عقب هزيمة الجيوش العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتقسيم منطقة البلقن إلى دويلات متعددة. شكرا سي اكزاكتومون. رضا على التوضيح هذا. ولكن المصطلح السياسي عندنا حنا البلقانه هو التشتت ديال سميتو. نعم. هذا راه المؤرخ ديالنا. عبد الله وشطي: أسألكم عن العلاقة بين التعليم والرياضة على المستوى الواقع المعاش. اشكاليه حقيقيه بصح مم. راه هذا مهم بزاف، لان اليوم تطور الرياضه وتطور الرياضي بشكل كبير هو في يعني في مستوى الاكاديمي. اليوم نعم. تنشوفوا لانه تجربه مهمه، راه باش ما نكذبوش على الله. التجربه ديال مصر هي تجربه مهمه في المجال ديال التكوين الرياضيين. م- كتلقى ملي كيسال الرياضه كيمشي كيدير الاعلام، يعني او نيفو دو لا كومونيكاسيون، وهذا مزيان. ملي تياخذ ان سبيتش كتلقى تيهضر مزيان. اليوم كنلاحظوا هذه المساله هذه مهم. خصوصا في الفئات العمريه الصغرى ديال المنتخب. كنشوف على انه كاين لو سبيتش ديال اللاعبين هو مزيان، موزون، موثوق، وتيتقنوا اللغات، وهذا نابع وقيله على كاين هناك رياضه ودراسه. ولكن يجب اشتغال هذه المساله. اليوم راه تنشوفوا هذه المعاهد الرياضه راه ولات كتدخل في هذا المجال ديال من غير المهن الرياضيه، من غير لا بريباراسيون فيزيك، لا بريباراسيون مونتال، تاكتيك، تكنيك، ماركتينغ. ولينا كنشوفوا الناس كتقري يقريو الدغوا ولا تيقريو لا كومونيكاسيون، لان جزء كبير من نجاح المدرب في التواصل. اذا راه ولات هذه المساله ديال التواصل كيشتغلوا عليها بشكل كبير باش نعم. يولي حتى المدرب عنده ذاك القدره على التواصل مع اللاعبين، واللاعب عنده القدره على التواصل مع المحيط ديالو. راه كاين واحد البحث اكاديمي مهم في جامعه اوتاوا، ديالو واحد الزميل ديالي، هو لانتيغراسيون ديال لي زونترينور في لونفيرونمون ديالهم. بمعنى ان المدرب كيفاش كيندمج مع المحيط ديالو عن طريق دراسته الاكاديميه في المجال ديال التواصل. نعم. ابو نفس الشخص اللي عاود التعليق: ما هو دور مركز مرشدي التربيه الوطنيه في التعليم المستوى الابتدائي؟ احيلك لي الحلقه اللي قمنا بها مع الاستاذ شرفي، راه جاوبنا على هذا السؤال هذا. اذا نعتذر اللي ما جاوبناش على السؤال ديالهم، نقدروا نجاوبهم في التعاليق اللي كثرت، حيت هنا كنشوف بزاف ديال التعاليق وما نقدروش واقيلا نجاوبوا على كل شيء. نختاروا اخر تعليقين. السلام عليكم. انا انس. السلام عليكم، تحيه لمسير الحلقه، وكذلك استضافه الاستاذ سيدي احمد العالمي ذو خبره وتجربه في المجال الرياضي والسياسي. شكرا جزيلا انس. سيدي احمد، غادي بقات لنا 4 دقائق. بغيت انك تعليق بجمله على كل صوره غادي نوضعها. تعليق بسيط. الصوره الاولى اللي غادي نبداو بها: القرار ديال مغربيه الصحراء. تعليق بسيط. اسمح لي انا بالنسبه لي القرار ديال مغربيه الصحراء هو قرار مهم بزاف، مهم للمغرب، خصوصا على المستوى التموقع الجيوسياسي ديالو، ويؤكد الايمان ديال المغاربه كاملين بالقضيه ديالهم العادله هي ديال الصحراء المغربيه. اذا قرار منصف وعادل، ويؤكد المرجعيه التاريخيه لمغربيه الصحراء. نعم. الصوره الثانيه: استقبال ولي العهد للمنتخب الشباب بعد العوده من الشيلي بكأس العالم. تعليق بسيط. هذه صورة تؤكد استمرارية علاقة العرش بالرياضة. نعم. الصورة الثالثة تقريبا عندها علاقة بالصورة اللي حيدنا دابا، هي المنتخب الوطني المغربي للشباب بطل للعالم لأول مرة في تاريخ المغرب. تعليقك البسيط على هذا. هذا الإنجاز هو تكريس العمل، تكريس العلاقه بين ابناء الوطن وابناء الجاليه المغربيه. انا كنشوفها هكا، يعني ارتباط ابناء الجاليه المغربيه بالوطن والعمل المشترك بين هؤلاء، لان اليوم وهذه الصوره تؤكد ذلك، تؤكد علاقات المغاربه داخل وخارج ارض الوطن بالهويه المغربيه والمرجعيه ديالهم. نعم. وغادي ننتهيو بهذه الصوره هذه. شي رساله لهاد الوليدات هادو هذه انا دربت، انا دربت فئات الصغرى، وكنعرف هاد سورتو هاد لا كاتيجوري ديال U17
دربت هاد الوليدات، بنيت لهاد سواء البنات والولاد، هادو الاداء ديالهم تيكون اداء مضطرب، احيانا تيكون هذا، ولكن ما يحتاجون هذا هو ان انا بالنسبه لي ادخالهم داخل المنظومه، واعتبر على ان الهزيمه هي جزء لا يتجزا من الممارسه الرياضه، ولان الا بغيت تحقق ذاتك تامل بالواقع ديالك، ولا ان ماشي الحياه ماشي هي كلها دفات، هناك انتصارات. وهادو غادي يقولوا الكلمه ديالهم مستقبلا، لانه عاد اليوم امس فازوا بلقب قاره، اذا اليوم خصنا نساندوهم وما نحطوهمش في ذاك القاله ديال انه نهزموا او لا. هذا بالعكس، فالرياضه هي فيها دائما انتصار وفيها الهزيمه وفيها التعادل، وهذا هو العرف ديال الممارسه الرياضيه. نعم، اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه. قبل ما غادي نساليو مع الضيف ديالنا سيدي احمد، كما كنعطيو ديما المتتبعين، شنو هو الضيف اللي كتقترح انه يدوز في برنامج نافذه رياضيه؟ عطينا اقتراح ديال 3 الاسماء، وحنا غادي نحاولوا نديروا مجهود باش انه يحضر معنا واحد في هذه الاسماء اللي غتقترح علينا سيدي احمد. خفت نقول شي حد ونغلط او نضيع شي. انا بالنسبه لي شنو نقول لك، انا بالنسبه لي استاذ جمال التسولي. الاستاذ جمال، لانه انسان متمكن في المجال ديال الحكامه، عفوا تدبير الهيئات الرياضيه، لو ديفلوبمون دي زورغانيزاسيون سبورتيف. كنقترح واحد الموضوع جيد، هو ديال الاستاذ نبيل تخلويشت، بحكم تجربته في المجال ديال لا رونكونفيرسيون دي جوار فان كارير. وهذا استاذ سوسيولوج وغادي ينفع متتبعين بشكل كبير في المجال. وكنقترح لما لا احد رؤساء ديال الجامعات، لما لا استاذ سي محمد بالماحي، لما لا، لانه بحكم تجربته. كاين هناك اسماء عديده في الحقيقه. وكنقترح الى قدرتوا تواصلوا مع الاستاذه فاطمه فقير، لانك تحملت هي لا كاسكيت ديال اون شامبيون نعم، ديال الاتليتيزم، وحتى هي استاذه اكاديميه. ونقدر نزيدكم السؤال الاخير، المقترح الاخير هو ديال تفضل. انا جوج بحق جوج الاسماء ما كرهتش شيء. سي يونس الدغمي بحكم تجربته في مجال ديال التدبير الاداري رياضه، واستاذ حسن حرمه الله، ولما لا حتى الاستاذ الحجوي متخصص في المانجمنت سبورتيف واستاذ جامعي. نعم، عطيتك بزاف الاسماء ياك؟ لا تبارك الله، كلهم هذو اسماء اللي هي كبيره جدا. استاذ جمال التسولي واستاذ نبيل تخلويش الاستاذ بالماحي، وهذه دعوه لهم باش انهم يدوزوا معنا، باش يبارطاجيو معنا يعني حيت هما تبارك الله قامات فكريه وعلميه. ان شاء الله غادي نديروا مجهود باش اننا نتواصلوا معهم ونحاولوا يدوزوا معنا في هذا البرنامج هذا. سي نسيم، غير انا علاش انا قلت لك الاستاذ يوسف الدومي بحكم تجربته في المجال ديال المجال الاداري والتدبير، لانه عنده اون كروند اكسبيريونس، وكان حتى في اللجنه الاولمبيه، اشتغل حتى في اللجنه الاولمبيه، وعنده ان باك جراوند مزيان. انا داك الشيء عطيتك بزاف الاسماء، لانه كلهم كيشتغلوا في العقل الرياضي وعندهم ان اكسبيريونس. اذا سيدي احمد، صراحه ما سخيناش بك، كان الحوار كنا هضرنا في الاوف على المده ديال الحوار، وتجاوزناها بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، نظرا يعني المعلومات القيمه اللي قدمتيها. حاولنا ما امكن على اساس اننا نعطيو بزاف الحويجات، ونتمنى الله يكون يستافدوا معنا الاخوان اللي تبعونا. شكرا جزيلا لك مره اخرى سيدي احمد العالمي. متتبعين ومتابعات الكرام، من الصفحه ديالكم ديال سياسه الرياضه، كنشكر كاع المتتبعين والاخوه اللي كيشتغلوا في الخفاء، لان هناك متتبعين واساتذه الرياضه كيشتغلوا في الخفاء وتيقوموا بمجهود جبار. كنشكرهم من خلال الصفحه ديالكم. كنشكر المتتبعين سواء الزملاء او الاصدقاء اللي تبعونا، حتى الناس او الطلبه اللي كيشتغلوا في الحق الرياضي كنشكرهم من هذا. وكنشكر كذلك لانه تحت لنا الفرصه على ان التواصل مع مشاهدين الجداد، وكنتمنى لك التوفيق، لانه تجربه مهمه. وغتقول الكلمه ديالها سي نسيم. شكرا جزيلا سيدي احمد، وليله سعيده، وتحيه لكم جميعا. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك السي نسيم، الله يحفظك. السلام عليكم.